طبعا هي دي الحلقة عنوانها بابا فين، مم. محاولات في البحث في معاني الأبوة المفقودة. تمام. واحنا مش عايزين نتكلم بس عن الأبوة، بس عايزين نتكلم عن الأبوة والأمومة برضو. تمام. صعب ان احنا نفصلهم عن بعض، خلال تجاربنا السابقة اكتشفنا كده. مم. بس قبل ما ندخل المسألة أو الموضوع، أنا عايز أسألك أنت ليه أصلا مهتم بالموضوع ده؟ ليه مهتم بمسألة الأبوة؟ انا زي ما قلت لك قبل كده، يعني انا مش عندي تصورات جماعيه مم. قبل التصورات الفرديه. يعني انا بيبقى دايما عندي انترست فردي، ممكن تسميه انترست اناني او اهتمام فردي، يعني ده اللي انا اقصده. والاهتمام الفردي ده دايما هو اللي بيخليني ابحث في الامور. ما اظنش ان انا كنت هبقى منشغل بهذا القدر يعني في البحث عن الموضوع ده، بقدر ما انا دلوقتي بقيت اب يعني، وحاسس ان ابني بيكبر والرول بتاعي هيبدأ يظهر مع الزمن. يعني الفكرة الفارق ما بيني وما بين الأم، يعني إن أمه مثلا الرول بتاعها ودورها ظهر من بدري، من أول يوم، مم. من أول ثانية أنت بتشيل الطفل تحطه على صدر مامته عشان خاطر العملية البيولوجية دي تستمر. مم. إنما أنت كأب أنت أصلا مش معروف بالنسبة له، يعني تبدأ بتشوفه هو بيتكون واحدة في واحدة قدامك، مم. وبتبدأ تحس إن الدور بتاعك بيقترب يعني. بالاضافه ان هو كده كده من قبل الموضوع ده كمان، هو يعني انا ممكن نسمي مثلا ان اهتمامي بموضوع الابوه ده كان على مرحلتين. المرحله الاولى طبعا كانت مرحله وسط الكليه، وتقلبات فكريه، وموقف عموما موقف من التقاليد، وموقف من الاديان، وموقف من كل شيء ثابت، كل شيء حتمي في المجتمع. كان من المنطقي طبعا ان من الحاجات المقدسة اللي هي بترتبط دايما، كانوا بيقول لك يعني ايه، ان طاعة الوالدين بتيجي بعد عبادة ربنا يعني. فكل شيء بقى اندر شك. مم. فطبعا هنيجي للحتة دي قدام. فمنطقي ان انت كده وكده، مم. يعني انت مش معقولة يعني الاشياء المقدسة كلها كانت تحت المراجعة يعني. مم. فكان بقى الفكرة بالنسبة لي ايه هو الاب ودوره، هل دوره مقدس فعلا ولا لا. يعني النظرة الاولية له كانت تيجي من مرحلة ان هو هل فعلا الموقف بتاع الوالدين ده موقف مقدس ولا لا. مرحلة بقى الثورة ومرحلة الانفعال ومرحلة الخروج عن المألوف هي اللي ظهرت فيها الموضوع ده يعني. طب خلينا فممكن نسميها دي مرحلة ثورة. ثم نظرتي مرة تانية لمرحلة الأب بقى كانت مرتبطة أكتر مش بالثورة لكن بالمراجعة. فرجعت تاني أراجع الفكرة حاليا لأن أنا رجعت تاني أراجع الفكرة. مراد عنده قد ايه؟ لكوني بقيت أب. مراد كده 1.5 سنة. سنة ونص أثروا فيك كل التأملات لا دي؟ ده في ناس بيخلفوا عيال بيبقوا 15 و18 سنة ولسه مش عارفين. بيخوفني مراد. يعني المسألة يعني فيها قدر من الذاتية، بس في نفس الوقت من موقعين مختلفين، موقع الابن في مرحلة سابقة وموقع الأب في مرحلة تانية. هو أنا بتهيألي إن أنا في كل مرحلة أنا بعمل ريسيرش عن اللي أنا فيه، مش ريسيرش يعني أنا بتأمل المرحلة اللي أنا فيها عموما يعني، وكل الأشياء القريبة جدا بتتحط تحت مراجعة بقدر ما. مش بان انا بقدر عميق اكتر من الناس ولا بقدر يعني مختلف عن الناس. بس انا بقول لك هي دي المراحل اللي انا اهتميت بيها في الموضوع يعني. بس طيب خلينا نخش شوية في الموضوع. انت شايف ايه اهمية علاقة الانسان بابوه وامه؟ شايف ايه تأثيراتها عليه او ليه هي مهمة اصلا؟ والله انا شايف ان هو مفيش اكتر من البناء على بعض يعني انا مش شايف ان في اكتر تأملات. مع خايف ليه؟ النقطة بتاعت التأملات دي فعلا بتأمن خليها يعني تأملات. يعني لا بس هو فعلا الساينس يعني في العلوم يعني حقيقة يعني المفروض ان الجزء كبير جدا من حتى البرين فانكشن والبرين اناتومي، يعني التشريح بتاع المخ والوظائف بتاعت المخ واجزاء كبيرة من التكوين اصلا بتاع البرين بيتم في المرحلة المبكرة دي يعني. وكل السلوكيات او كل الحاجات اللي بنتعلمها بيتكون لها باثواي، بيتكون لها مسار كده نتعلم من خلاله مثلا كل السلوكيات اللي بنتعلمها والمهارات. فهو انا مش شايف ان في مرحلة اشد او في علاقة اصلا يعني ايه هي اكثر قيمة من العلاقة دي. يعني هي حرفيا بتحدد الحتمية بتاعت استمرارية حياتك يعني. بس فبالنسبة لي هي كل شيء يعني. انا بتكلم دايما ان انا منتج علاقتي بامي مثلا. بس هنيجي للنقطة دي. بس كلامك ممكن يكون منطقي ان الطفل في ايامه الاولى او الشهور الاولى
بيبقى مخه بيتكون بتأثيرات حرفياً. كبيرة حرفيا بوجود الأم. بس هل وجود الأب برضو بيعمل نفس التأثير؟ والله هي المشكلة، طبعا الكلام ده كله اتعمل له ساينس، وكان الدحيح عمل حلقة جميلة عنه بصراحة، كانت في منتهى الجمال. يعني بتتكلم على ان وجود الاب نفسه بيساعد اصلا على قدرة الابن على البقاء. وهو ممكن البعد ده لان انا ما ذاكرتوش، يعني ما ذاكرتش الجانب التشريحي، فانا ممكن اتكلم اكتر انا وانت. مش يعني ما ذاكرتوش برضو، في ناس ممكن مش عارفين انت بتذاكر ايه، يعني وضح النقطة دي. ما ذاكرتوش طبيا. عشان انت بتدرس ايه؟ عشان انا تخصصك دكتور. دكتور ايه بقى؟ دكتور مخ واعصاب. ما انا عارف الناس مش عارفة. عشان انا دكتور مخ واعصاب. بس يا اخي انت غالبيه الناس اللي هتسمعنا في الاول هتبقى معارفنا جماهيريه هتبقى شديده جدا، هتبان في الكومنتات. يلا. انت كنت بتتكلم على نقطه انك ما ذاكرتش الجزء ده. بس انا ما ذاكرتش الجزء، انا ما ذاكرتش الجزء ده اصلا. في موضوع الدور او الشكل التشريحي اللي بيتطور عن طريق العلاقه ما بين الاب وابنه يعني في المرحله الاولانيه. بس كانت حاله الدحيح جميله وفيها مصادر لطيفه بتتكلم على ان هو يعني جزء كبير اصلا من قدرتك على الحياه والقوه والاستمراريه بتبقى ناتجه من ارتباطك بابوك. يعني ممكن الجزء اللي انا يعني شغلني اكتر ما كانش الجزء ده، لان انا برضو ما عشتش مرحله مثلا من الديبريفيشن. يعني بص، انا زي ما بقول لك انا بتحرك الاول من منطلق تجربتي انا، ومنطلق تجربتي انا بتخليني ابحث. فانا ما تعرضتش لحاله من الحرمان من وجود الاب، ولكن انا زي ما تقول كده الاب كان موجود، وكان موجود بكميه كبيره، كان موجود في حياتي كويس. ولكن هو انا دايما كنت بحس يعني ايه، انت دايما بتفكر في يعني انا الاب نفسه كان موجود، لكن هو ممكن يكون اللي انا بدات اتناقش فيه هو الدور الوظيفي بتاع الاب. كلنا كده. يعني هو موجود بقدر تاني ابعد من كونه كان موجود على الناحيه الحقيقيه اللي هي الناحيه اللي هي المكانيه. يعني هو كان موجود معانا، انا ابويا كان موجود معايا وكان موفر كل البيزكس. طبعا دي حاجه عظيمه مش حاجه قليله، وانا مش ببخسها تماما. بس لان احنا تابعين لهرم مازلو في الاحتياجات يعني، فطبعا لان دي اتاسست فبنبدا ندور على اللي وراها يعني. فما كانتش هي دي النقطه الاساسيه اللي بدور فيها يعني. طيب ده بيقودنا النقطه، لو ان دور الاب مهم، ليه بقى الام استحوذت على كل هذا الاهتمام؟ والله على الاقل في مجتمعاتنا الشرقيه يعني. والله ممكن الاجابه على السؤال ده تختلف على حسب الحاله المزاجيه بتاعتي. طبعا احنا في انهي حال؟ انا دلوقتي بحاول اكون هادي. ماشي. فبحاول ان انا اكون ارد ردود عقلانيه عشان خاطر برضو ايه، بس الناس عايزه تسمعك يعني. ما انا بحاول. خلي بالك انت مهدي. انا مهدي جامد. احنا في البروفات كنا يعني كنت اسخن من كده، فمش عايزينك تبقى هادي قوي برضو يعني. ما انا خايف، بس ليه؟ انا خايف اسيب نفسي يعني. لا ما هو لا، انا معاك. طيب واحده واحده كده. هو لو بنتكلم بالحقيقه مثلا، يعني في مرحله معينه مثلا ممكن اقول لك ان هي سيكو فاليديشن. يعني هو يعني بطبيعه الستات، مش بحبش اقول بكلمه بطبيعه الستات دي عشان خاطر الكلمه دي بتبقى صديق المراه. انا صديق المراه جدا والله. لا بتكلم ان يعني مثلا ممكن اقول ان في فاليديشن الستات كتيره بتسعى اليه. ماشي. شفت ستات كتيره دي؟ حلو. ضربت التعميم في مقتل. ماشي. ذبحت التعميم. ستات كتير. بالظبط كده، عشان خاطر انت عارف ان انا ضد التعميم يعني. ماشي. بس الفكره بتاعت الفاليديشن هو في ادمان على الحصول على ايه فاليديشن ايه بالعربي؟ فاليديشن تقرير او اقرار يعني. مش فاكر يعني بالعربي بصراحه. المهم يعني اللي انا اقصده ممكن نجيبها وانت بتتكلم. المهم ان هم يعني في رغبه رهيبه للحصول على الفاليديشن والشكر. وممكن لما تيجي تبص برضو من ناحيه تانية تحس ان هي زي ما تقول كده عم ناصر، زي ما تقول لو انت بصيت من ناحيه الست مثلا ولا حاجه، ان انت تقول ان الرجاله خدوا المميزات اللي هي على الشكل الاجتماعي وخدوا صلاحيات اكتر، وبناء عليه ادوا الستات في الاخر بعض التكريمات يعني، ومنها المظاهر الاحتفاليه يعني. فانت ممكن تحس من الناحيه دي وممكن تحس من الناحيه دي يعني. بس في الاول وفي الاخر مش عارف، ممكن الدور بتاع الرجاله يعني ممكن اصلا اعياد الميلاد والاحتفال بالامهات والشكرانيه والكلام ده كله
مرتبط اكتر بكونك بتحتفل بالحاجات دي وانت مراهق او وانت طفل، فانت برضو مرتبط بامك، فانت امك في المرحله المبكره دي بتبقى مرتبطه بيك. بتبقى لما تيجي تعمل احتفال مش هتعمل لابوك لان هو غالبا برضو مش موجود قوي او غايب في الشغل او مش انترستد ان انت تعمل له احتفال. فوالله مش عارف يعني. ممكن يبقى في اسباب تانية زي طب انت قول مثلا انت. التركيز اللي بيبقى ان الرجاله عندهم وظائف لها علاقه بالكسب اكتر، فده بيخليهم سايبين ادوار الرعايه والاهتمام للام، فطبيعي تكون هي واخده السبوت، والراجل يبقى متشاف انه بروفايدر بيوفر المنظومه الماديه والاجتماعيه اللي تهيأ مش عارف، للأولاد. بحس اصلا عموما يعني ان احنا ما طورناش المهاره بتاعت الشكر الكتير والاتصال بمشاعرنا. وساعات اصلا في يعني ممكن الادوار الذكوريه اللي كانت موجوده في حياتي نفسها كانت الناس مش يعني بتحس بحرج وبتحس باوكوردنس لما مش انت حياتنا كلنا حياتنا يعني. كلنا، بس انا اقصد بتكلم عن نفسي يعني ان الناس دي بتحس بحرج وبتحس بتوتر لما انت بتتوجه اليهم بالشكر، وبتحس منهم بقدر ما ان هم بيحاولوا ينتهوا من الحديث. يعني بتتكلم عموما؟ بتكلم عموما. يعني انا اتذكر دلوقتي مثلا كذا مثال، مثلا منهم اخوالي اللي انا بحبهم يعني. فانا اتذكر ان انت لما بتيجي تمتدحه هو بيحاول ان هو ياخد مجرى الحديث بعيد عن الموضوع. ما اعرفش ايه الفكره، ما اعرفش هل ايه الدافع بالظبط عند الرجاله اللي ممكن يخليهم بيبعدوا عن بيخافوا عن الاتصال من بالمرحلة الانكشاف دي. الشعوري كده عموما. مش عارف يعني مش عارف، ما عنديش فكره بالظبط يعني. بس انت ممكن تفسر الموضوع ده ببساطه، فعلا احنا كنا بنحتفل امتى بعيد الام بهذا الزخم يعني. بالتالي في مرحله مبكره واحنا اصغر، فما كانش فيه اهتمام قوي بفكره عيد الاب في المرحله دي يعني. وما كانش الاب اصلا بيشو. وبعدين الاب في المرحله دي كمان هو الاخر بيحتفل بعيد الام يعني من خوفه يعني. يعني كل الاسره ولا حاجه عشان خاطر مراتهم ما تعيطتش وكده، فالعيال تجيب هدايا وابوهم يجيب هدايا عشان خاطر ايه كلنا نفضل نركع يعني. ايوه. طب وانت شايف ايه هي الصوره اللي الاب متشاف بيها دلوقتي حاليا يعني؟ والله انا شايف ان الاب متهم في المجتمع المصري باتهام عنيف يعني. اتهام عنيف بالتقصير والغياب. وانا ما عنديش فكره بصراحه يعني الاتهام ده يعني. بعد انا كنت واقف على الخط ده كنت مشارك في الاتهام. كنت مشارك طبعا في الاتهام ده بحكم ان انا مشارك في اي حد في اي اتهامات ضد اي حد يعني. يعني انا كده اي مصدر من مصادر السلطه انا كده هتلاقيني مشارك في الهجوم على طول، في الهجوم عليه على طول. ازمه مع السلطه جنونيه يعني. لما انا بفكر مثلا الاب بيتنظر اليه ان هو مهزوم. وطبعا الجيل بتاع الاباء نفسه بشكل عام في مصر وخصوصا جيل ابائنا احنا تم النظر اليه ان هم الاكثر هزيمه، خصوصا بعد خروج 25 يناير يعني. هنيجي نقطه الثوره. والنقطه دي نفسها عززت عند الناس قوي فكره ان المزيد والمزيد من الاحتقار ضد جيل الاباء. يعني ثوره 25 يناير لما ظهرت عززت الشعور ده عند الكل ان خلاص لا ده احنا مش بس الاباء ما كانوش بيشاركوا، او احنا عندنا نقد عادي، نقد مثلا له علاقه بالمرحله اللي هو بينتقد الاباء والكلام ده كله. لا تم التعزيز الاعلامي بصوره قويه جدا وتم احتقار الجيل ده تماما يعني. وبقت كلمة الآباء نفسها يعني مدعاة للنظرة التهكمية. يعني خلاص هو انت بدأت دلوقتي تدخل في مرحلة في المجتمع المصري ان احنا كنا في ليفل معين كان انت بتاخد قيمتك لما بتعجز، دلوقتي انت بتفقدها لما بتعجز. يعني انت كل ما بتكبر كل ما بيتم الاستهزاء منك اكتر. بعكس المرحلة السابقة كانت كل ما تكبر كل ما كنت بتاخد قيمة. دلوقتي مثلا خلاص المسلسلات بقت بتقفي مثلا على فكرة ايه، هو انت من التسعينات وانت من الثمانينات، خلاص انت كل ما بتقدم انت بيتم. احنا دلوقتي ماشيين في موجة كده معينة ان لا ان انت هتكبر هيتم ايه ده بيفقدك جزء من قيمتك يعني. وده انا ما اعرفش هل فعلا 25 يناير هي المنطلق بتاعه ولا هي جت عززت الفكرة ولا ايه بالظبط. ما تخلينا نرجع ورا شوية قبل يعني يناير و2011 وهنتكلم عنها بتفصيل. بس يعني جزء كبير من جيلنا انت بتقول انه في اتهام للاب ان هو غايب ومش موجود او متهم انه ما كانش له دور او ممارسه في الحقيقيه حقيقيه. بس يعني في مشهد قبل كده وكنا حتى اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو بتاع في جزء كبير من جيلنا ابهاته اصلا عاشوا في الخليج. سافروا الخليج. حتى كان في معرض صور كده انت كنت بعتهولي ده مؤثر فيها جدا عن رسائل وحوارات ما بين الاهالي الاب في الخليج والاسره في مصر
فتأثير الحالة دي بشكل ما ساب أثر علينا. أظن إنه التركيز إنه بشكل ما، يعني اللي أنا فاكر اللي أنا قلته واتكلمت فيه في الحتة دي، هو جزئية إنه الأب بقى مصدر القيمة كلها بقت في المادة. فكل ما كان الأب قادر يوفر مادة أكتر كل ما اكتسب قيمة أكتر، لكن الأب ما بقاش بيدي قيم أو مبادئ أو أفكار عليا الناس تتوجه فيها. وهي دي المشكلة اللي الجيل ده أظن واجهها بعد كده في يناير. ظهر إن في قيم ومبادئ بس محدش اتكلم عنها أو محدش طرحها غير الناس الأصغر يعني. بس ده كان تفسيري. أكتر حاجة خالص يعني بحب استجمعها هو مسلسل ذات. وطبعا الشخصيه بتاعت عبد المجيد اوف كورس يعني اللي بتمثلها باسم سمره، اللي هو بالنسبه لي خد الكريدت والشهاده العليا بالنسبه لي ان هو رقم واحد يعني لما عمل دور عبد المجيد ده يعني، لان عبد المجيد ده هو مثال لن يتكرر تاني في الدراما يعني. وهذا الاداء الابداعي من باسم سمره بصراحه يعني. تصدق انه ما فيش حد اتكلم عن دوره كأب؟ لا باسم سمره كان خطير فعلا. طبعا من ضمن الحاجات يعني انا برضو مش عايز اتكلم بانفعال، بس يعني قد ايه الذوق العام حقير وقد ايه الذوق العام وضيع. هو ان باسم سمره يحصل على قيمته عموما كممثل ويحصل على مساحته لما يجي يعمل دور زي بتاع عيسى الوزان ده. يعني انت حرفيا انت بتتعامل مع دور ما فيهوش غير كام جمله كده. دور ما فيهوش الا يلا بينا. وهو الراجل نفسه زمانه بتبضن يعني. هو الراجل نفسه هو عارف انه ما بيعملش حاجه، هو بيهجص وهزار والتهجيص جايب يعني. على الرغم من كده عمل دور عبد المجيد اوف كورس ده انا ممكن اتكلم عنه مليون حلقه من شده الجمال. خلينا ناخده كمثال. الدور ده بالنسبه لي هو المثال بالظبط. خلينا ناخده كستاندرد لان هو مر بالتجارب كلها في الحته دي كأب يعني. جابه هو بيشاب وبيحاول يتجوز وحاول يسافر ويرجع ويفشل ويروح يشتغل ويواجه اعباء الحياه وبعد كده تحصل يناير وبعد كده تكتشف انه راجل كويس في الاخر حياته مثلا وكان كويس مع ذات ومش غدار يعني. عبد المجيد ميزه مسلسل ذات ده ان هم طلعوا عبد المجيد هو انسان كومبلكس، انسان معقد يعني. مش انسان اللي هو احادي زي ما التصورات السطحيه عايزه تصور الناس. لا هو انسان مش احادي، هو انسان عنده فلوز، عنده ضعف وعنده جبن وعنده جدعنه يعني ميكستشر كده، مش حاجه ثابته كده يعني. الراجل ده مثلا بحبه في ايه؟ الراجل ده لما كان في حدث من الحدث انا مش فاكر بالظبط في المسلسل، فكان راجع تقريبا من حدث تقريبا اللي هو الثوره بتاعت ايام السادات والكلام ده. مش فاكر. المهم كان ابو زيد احداث يعني الامن المركزي فكان ابو زيد بيقول ايه زمانه جاي مستخبي في اي حيطه او حاجه زي كده يعني. فانا يعني لا مش الامن المركزي، كانت بتاعت ثوره الحراميه على رئيس السادات. انتفاضه الحراميه. فالمساله دي كانت مأثره فيها جدا يعني. لان هو عبد المجيد صعب عليها خالص وجاب لي ذكريات يعني مليانه شجن يعني. وبدات يعني هو صعب عليا. هو الراجل على مدار المسلسل مثلا هو الراجل فهم واستوعب من الجيل الأكبر منه إن هو لن يحتاج أكتر من وظيفة والأمور هتبقى مستقرة يعني. والمشكلة إن بداية الحياة كانت مستقرة فعلا، ده حقيقي، ومسار الحياة كان عادي. وبعد كده تفاجأ بالمعدل العجيب للتغيرات هو كان كبر عليه. فأنا بدأت أشفق على هذا الجيل من الآباء اللي اتهم برضه في آخر حياته بالفشل والتقصير وإلى آخره يعني. أنا شايف إن هم مروا بحدث أو أحداث على الناحية الاقتصادية هي أشبه ببعض الناس اللي مرت بالحروب. أنا ممكن أكون مبالغ طبعا أو ممكن دي ما تساويش دي، بس أنا أقصد مثلا إن في كتير من الآباء اللي بيتم اتهامهم مثلا إن هم فشلوا في تدابير فيما يخص منازلهم والكلام ده كله، أو فيما يخص حتى إن هو تدابير حتى يعني أخلاقية أو تدابير تحت أي بند، لأن هو العالم بقى متغير حواليه بسرعة هو ما قدرش يتحملها. ومش لانه غبي ما قدرش يتحملها، لان هي كانت اسرع من اي حد يتحملها. يعني عبد المجيد مثلا وطلع عنده بنت مثلا دخلت فنون جميله ومتحرره شويه، وواحده تانية وقعت في قرابيز الاخوان، اتجوزت واحد. فيعني الراجل نفسه لا ده دي كلمه ولا ده دي كلمه، هو واقف في النص مش عارف يتصرف. يعني هو كان متخيل الناس كلها كانت استنباط كده زي ما كان هو اتجوز ذات. كان كلهم شارلستون والسيجاره وبتاع وناس غلابه كلها بتترمي في الوظيفه وبتروق. العالم بدأ يتعقد يعني، اللي هو الدنيا عنده بدأت تتعقد، ما بقتش على قد الشارلستون، بدأت في رجاله عايزه تطلع. وده يفسر ليه هو كان انديسايزفنس يعني، مش عارف ياخد قرار. انا ما شفتكوش قبل كده يعني، انا ما شفتش ده. عمري ما شفت الواد ده قبل كده في حياتي. يعني انا دلوقتي على مناصر مثلا عشان خاطر انت تسألني على حد واقول لك اذا كان هو كويس ولا وحش بناء عليه، بناء على تجربتي.
والله انا شفتهم، والله كنت في الجامعه، والله كنت في الشغل، بقول لك والله النوع ده من الناس نوع مقرف، النوع ده من الناس نوع كويس، الكلام ده يعني. انما عبد المجيد هو اتحرك لقى نفسه مين دول، انت مين يا ابني؟ انا لا شفت اخوان قبل كده ولا شفت غير اخوان، انا كنت فاكرها على قد الشارلستون وهتروق. لقيت الرجاله مختلفين، انا مش عارف اخد قرار، الحقوني. انت واخد بالك ازاي؟ فهو انا مشفق عليه ومشفق على هذا الجيل عموما مع التسارع العنيف. تسارع عنيف حصل، يعني حتى التسارع لما بيجي يوصفوه على ذات، هي ذات برضه حتى كانت انسان غير مقرر لاي شيء. هي كانت الموضه مثلا بتيجي تقلعهم الحجاب تقلع، تلبسهم التربون تلبس، تلبسهم الحجاب تلبس، تقلعهم الحجاب تقلع. هي ماشيه مع الفلو وطالبه هي، مش هو ده البابليك اوبينيون يعني، مش هو ده الذوق العام والراي العام. هو بقى هي كانت عايزه عبد المجيد ما يسيرش كده مع المسار ويديها تفسيرات ويديها حلول. هي اصلا ماشيه مع المسار كده، وهو راخر ماشي مع التيار. فالتيار كان بيجري في ناس كده ويرميهم في الزباله. فانا يعني بعد مده، وبعد ما جيت انا وانت عشنا في العصر الحميد للخليفه الرشيد، وبعد ما تاثرنا هذه التاثرات بدات انا اخاف عليا واخاف عليك. يعني انا وانت ما اقدرش اوصف نفسي، ولا اقدر اوصفك ان انت انسان كسول مثلا، ولا ان انت ما حاولتش، ولا ان انا ما حاولتش، ولا ان انا ما بحاولش. لكن هل هزيمه خارجيه مثلا ممكن تحصل لي بسبب هذه التحولات الجنونيه اللي افقرت ناس ودمرتهم وحطتهم على الحديده، هل بعد التحولات دي انا ممكن انت توصمني في اخر حياتي بان انا فشلت؟ يعني هل انا هقول اسمه وهحطه في التيت برضو. هل انا يعني هل انا كنت اقل امكانيه مثلا من الحاج ابراهيم العرجاني؟ هل ده عبد الحاج ابراهيم العرجاني هيحصل على التقدير الكافي وانا هاجي ما هو ده في اخر حياتي هيتم وصمي انا بالفشل؟ لما انا جيت ابص لنفسي وجيت ابص لورا، حسيت ان ليه ما بصيتش عليه من الناحيه دي. انا دلوقتي مثلا اتقال لي ان المجتمع والله فيه خير وشر ومش عارف ايه، تلاقي السبيكترم عمال يوسع، تلاقي ان طيف التنوعات عمال يوسع. لذلك انا حلمي مثلا، وده ممكن نبقى نجاوبه في سؤال بعد كده، انا حلمي مثلا ان انا اقدم لابني حتى تصور مقارب للواقع بتاعه. هنجي النقطه دي تمام. يعني كويس ان احنا ما خبطناش كده كفايه. ماشي. ده يودينا يعني اتكلمنا عن ذات. في حاجه عايز اقولها لك في مساله ذات، وهو كنت دايما بستغرب ليه ذات عندها قصه حب تركتها، اللي هو الشخص اللي سافر امريكا وما اتجوزتوش. وعبد الحميد ما كانش عنده. يعني عبد الحميد برضو انا متفق معاك ان هو شخصيه معقده، بس هو برضو ستيل ذات عندها عمق هو ما كانش شايفه. يعني لو بنقارن بين التجربتين، يعني ذات ستيل كان في درجه كده من البعد في شخصيتها اكتر شويه من عبد الحميد. لان كمان عبد الحميد لو تاخد بالك هو اسمه ايه اصلا، اسم الشاطئ عبد الحميد اوف كورس. يعني هو كان عمال يستخدم كلمات انجليزيه في وقت كان لسه طبعا المساله دي مش شائعه قوي في مصر. فهو كان بيحاول يبدو تقدمي وحداثي بان هو يستخدم انجليزي عنيف، في ان هو طبعه في الاكل وفي الشرب وفي فلاح. يعني هو فلاح وبيتكلم انجليزي فلاحي يعني عنيف جدا. في حين ان وذات كان عندها تطلعات او افكار او شويه احلام، بس هي ما كانتش متاكده قوي منها وما كانتش راسيه قوي فيها على حاجه. وخلي بالك ودي نقطه بحس انها مهمله قوي في موضوع ذات، وهو ابو ذات. يعني ابو ذات يبدو النسخه اللايت من عبد الحميد، يعني برغم انه يبدو ان هم مختلفين كتير، بس هو مش مختلفين كتير خالص. هو ابو ذات مش مشتبك وعلى الهامش وبيحاول يكون اب كويس وما عندوش اجابات ولا عنده اسئله يعني بشكل ما. يعني هو عنده اعتراضات بس من كونه اب كده. يعني فبشكل ما. طب انت شايف عايز تقول لي ايه في موضوع العمق بتاع ذات ده؟ لا ده كان تعليقي بس، ان هو يعني كانوا سايبين مساحه ان يكون عندها حب، بينما الراجل حتى ما عندوش حب سابه. يعني انا ما عنديش فكره، بس يعني انا يعني بص انا عندي انا كده برضو مش عايز اتكلم بنظره استعلائيه يعني. بس هو يعني ايه ساعات في ابعاد معينه كده. المسلسل نفسه اسمه زيت مش اسمه عبد الحميد. انا عارف يعني دي حاجات عامله زي الناس البنات اللي بتقول لك احنا في صوره كان اسمها صوره النساء وفي صوره الرجال سيبك. ماشي. المهم طب ما دي حقيقه، ما انا عارف هنسيبها دي نوع من انواع خلي بالك. ماشي. المهم في عندي يعني مثلا انت لما تقول لي ان في بعد معين بتاع ذات مثلا ان هي كانت بتحب حب تاني مثلا،
انا عايز اقول لك ان انا ساعات يعني بيبقى عندي قناعة شخصية كده ان بعد فترة معينة ان، وده برضو الجزء اللي ممكن نعلق عليه حتى في موضوع العلاج النفسي، يعني ان في ابعاد معينة في الشخصيات هي موجودة وهي بلا قيمة، وهي نتيجة اللاشيء وبتودي للاشيء. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كنت ساعات في الاول خالص لما كنت بقرا في المجالات بتاعت علم النفس وكده، كنت بحس ان كل الابعاد بتاعت كل شخصيه بيبقى ليها جانب وتدينا انطباع وتدينا فكره وتدينا مش عارف ايه، وساعات بقيت احس الموضوع ده مش حقيقي، وان الابعاد دي لا تمثل اي شيء، وهي لا تختلف كثيرا عن كونها مثلا حالات ذهنيه كده، هرتلات ليها علاقه بالفراغ مثلا. يعني انا مثلا ممكن اتخيل مثلا حالات الحب بتاعت ذات دي هي لا تعبر عن شيء في شخصياتها، ممكن هي تعبر عن حالة مثلا تشبه الاستحلام عند عبد المجيد مثلا. انما هي مش مستاهله ان هي تاخد بعد حقيقي. يعني مشكله الستات عموما برضو في بعض البنات لما بيبقى عندهم وقت وفضى، فهي بتتصور ان الخيالات بتاعتها دي نوع من انواع العمق او نوع من انواع والرجاله او فضل مشاعر، والرجاله لا والله ما احنا عارفين اللي فيها ده، لا اعرف رجاله باسامي يعني في ايه وانت عارف يعني، والله ما تركزش ونقول اصل هم. فعموما ممكن يعني ممكن يكون ذات فعلا هي كانت مجرد افكار ما لهاش اي عمق ولا حاجه يعني مش يعني ما لهاش اي حاجه. انا لقطت الموضوع ماشي، بس انا كنت بربط ده مثلا بعلاقتها ببناتها. علاقتها ببناتها كانت قويه، كانت بتتواصل معاهم، كان في شيء ما. عبد الحميد برضو كان بيتواصل بس بدرجه اقل، ما كانش فاهم قوي وكان متلخبط. يمكن ذات حتى كانت بتدي مساحات لفكره انه بناتي ياخدوا قرار في حياتهم، يختار مثلا دي عايزه تدرس حاجه فلا لازم تدرسها، ما ينفعش اقاوح معاه لان هي شايفه ان هي اتحرمت من ده او اتمنعت عن ده. يعني بشكل ما كان في درجه من الاتصال. بينما عبد الحميد تحس ان هو راجل يعني نيوترال. يعني انا بحب بقى النوع النيوترال ده. النوع النيوترال ده انا كنت بوصفه بقول ان عبد الحميد هو راجل مصري اصيل صميم ساده. ساده بلا اي شيء، لا طموح ولا توجهات ولا افكار ولا احلام. هو ازاي ده كده كانك بتوصف الانسان الاول، ده الانسان المصري الانسان المصري الاولي، الرجل المصري. ايه بقى اللي صنعه؟ انا مش عارف. دايما بتخيل عبد المجيد ده ان هو النسخه الاصيله لرجاله جيل عبد الناصر ومقدمات جيل السادات. وده انا بتهيالي هم نواتج عصر الاشتراكيه. هذا الجيل الذي تم إخصاء جميع الرجال أصحاب التوجهات السياسية فيه، فبقى الجيل بيتوجه سخيفة من أي موقف سياسي. هو جيل بلا طموح لأنه هو ابن الاشتراكية. هو جيل بلا أفكار لأنه ما عندوش إلا إعلام عبد الناصر. هو جيل في منتهى الجري، رمادي تماما شديد الرمادية. الستات يعني، وده اللي أنا يعني برضو مش عايز اقول كلام يكون عادي، قول يعني عادي، ولو قلت حاجه معنا بحس انهم ممكن ما يختلفوش، وساعات احس انهم بيختلفوا قوي. يعني ساعات بحس مثلا ان الاجيال بتاعت ان كل مرحله معينه في مصر ممكن تعمل تحولات في الستات، وفي نفس الوقت بحس ان لا. يعني بص انا اقول لك على حاجه، خليني اعيد الجمله دي تاني. التحولات اللي حصلت في مصر على النواحي الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه خلقت رجاله باشكال متنوعه. ماشي. مش قادر اشوف الصيغه دي في الستات. حاسس ان هم كانوا على درجه من التحجب منعتهم من ان هم ينتجوا او يفرزوا حاجه مختلفه اصلا. يعني عصر عبد الناصر جه عليهم، عصر السادات جه عليهم، عصر مبارك جه عليهم، ما بقتش الست ليها طابع كده. ما فيش حاجه اسمها الرجل يعني كان في مثلا الرجل الناصري كده ايام عبد الناصر كده. كان الجلابيه الكستور والعته والكلام الهرتله ده وحالات. لا بس يعني في تجارب نسائيه كبيره. لا مش عارف، بس هل انت تعرف تقول لي في صيغه كده اسمها الست اللي طالعه من عصر جمال عبد الناصر؟ هو حتى الستات في الوقت ده ويعني ولحد دلوقتي لا زال. انا طبعا شايف كده وانا عارف ان احنا مختلفين. الستات عليهم ضغط كبير، يعني ضغط ان هم يبقوا في الرقم 2 ما يبقوش رقم 1.
ماشي، اللي تعرف تبقى رقم واحد تطلع، ما عنديش مشكله. فاللي تقدر بقى. بس انا مش عايز النهارده نتكلم يعني عن تقسيمه الادوار الجندريه اكتر ما نركز على فكره الابوه يعني، عشان لو رحنا في الحته دي عشان ما نروحش هناك. هنروح نتفق معاك، هنغرق سوا احنا الاثنين. لا مشكله. بس هنعمل مره نتكلم، وممكن نجيب واحده ست مش عايز وش. لا ازاي مش عايز وش. لا ده منبر لكل ماشي. فخلينا نروح لحته بما ان بقى انك اتكلمت عن شويه ليها علاقه بذات وبالتحولات بتاعه عبد الحميد، وده يمكن من الحاجات المهمه في المسلسل، وهو ان هو شبه التجربه المصريه بشكل ما. انا عجبني برضو في تجارب ابوه كتير زي الحاج متولي وعبد الغفور البرعي وحضره المتهم ابي ونور الشريف واهتماماته دي. لكن عجبني استحضارك لمثال ذات، لانه هو في الاب في الاب انا نفسي نعمل لقاء مع باسم بتطوراته يعني. انا عايز نعمل لقاء مع باسم صبري، اقول له يا باسم الكلام اللي تقول له يا باسم انتوا اصحاب بقى خلاص. ده هو لا هو راجل عسول. ايوه انا عارف. اقول له انت هو في واحد صاحبي قابله في النادي اليوناني سلموا عليه وبتاع. لا انا عايز اقعد معاه ليه. اقول له انت كنت عارف اللي انت بتقدمه وفهمه. يعني انت يا ابني انسان عميق، عارف انت بتقول ايه، ولا دي كلها توجيهات مؤلف ومخرج؟ بس انا وجهة نظري ان هو لولا المؤلف والمخرج كان الجماعه دول كلهم مش عارفوا يعملوا. هو ممثل شاطر يعني، هو ممثل عظيم مش يعني. مصدق يعني جبت دي منين؟ انت مشيت ازاي كده، عملت ازاي كده يا ابني؟ هذا الخلاف على تنظيف وتصليح الحمام ده انا اكاد يعني مش مصدق. لما هي بقى معاها فلوس فكانت عايزه تغير الحمام. انت مش متخيل. انا مش مصدق. انت جبت ده منين؟ لذلك انا برضو هنا اتحمست برضو، للاسف مش عايز انفعل. ليه يا حبيبي؟ متضايق من كم المساحه المهدره لهذه المواهب الحقيره على الساحه. مواهب ايه يعني؟ انا مثلا محمد سامي طلع بيتكلم كده هطلب من الموضوع، بس انا هعلق على التعليق ده. انت عايز تتكلم عن محمد سامي. محمد سامي بيعلق تعليق كده بيقول ايه، بيقول لك ان انت عايز اصنفه يعني انت تحب ان انت، بيقولوا لمحمد سامي تحب يا محمد يا سامي نسنديك بايه؟ قال لك مخرج جعفر العمدة. شايف محمد سامي مخرج كبير في مصر. ده حقيقة. كبير طبعا مش قيمة يعني، كبير ده اللي هو جماهيرية. والراجل شايف ان اعظم انجازاته جعفر العمدة، وجعفر العمدة للأسف الشديد هو مسلسل جماهيري. هذا القيء القيء احنا مبتلين بيه. هنتكلم عنه مرة. صناع الافلام قيء يعني حاجه شديده الصعوبه. انا مش عايز اتكلم عن محمد رمضان. خلاص خلينا، احنا كنا بنتكلم عن باسم. عايز ما اتكلمش عن محمد رمضان. احنا كنا بنتكلم عن باسم بس كده في مره ثانيه يعني في حلقه الحته دي عشان في حلقه بلا والله انت عايز تتكلم عن باسم خدعتني وديتني لو رحت لمحمد رمضان فعلا خلاص هنروح له بس في وقت تاني بس خلينا نرجع خلاص ان انا اتهزمت. معلش والله المره الجايه مش هتتهزم. خلينا نرجع بقى لنقطه باسم. صعب جدا. خلاص خلينا نتكلم. انا بقول لك عجبني ان احنا شفنا فكره الابوه من خلال ذات اكتر، عشان يمكن المسلسلات التانية اللي هي نور الشريف عمل معظمها كان فيها كلها كده ايه، مش قصه اب عادي، لا يعني كمان كلها قصص اكزوتيك. حاج متولي الراجل اللي بيتجوز 4، عبد الغفور البرعي قصة صعود يعني مش بتحصل في كل البيوت، لكن باسم سمرة هو قصة طبيعية عادية كبر ومات. يعني قصدي فهي شبه المعظم يعني او يعني نقدر نعتبرها دي الستاندرد اللي نبص عليه. بس في نهاية او اظن في اخر حلقة في المسلسل ده كان في المشاهد بتاعت 2011، وانا مهتم انه نبص على 2011 من سياق ايه هي كانت تأثيراتها في العلاقة بأهالينا، لان انت حاولت يعني لمحت عن كان في تأثيرات، وانت شايف التأثيرات دي ازاي دلوقتي؟ ايه هي كانت تأثيرات اللحظة دي وايه تأثيراتها دلوقتي؟ والله انا شايف ان الجيل اللي عمل التأثيرات واللي تأثر بالتأثيرات ده خلاص انتهى، لان الجيل اللي هو كان شباب ايامها بقى اباء وبقوا اباء خلاص يعني. بس انا شايف ان المود نفسه بتاع المرحلة دي كان مود متعلق بكلمة الربيع يعني. عارف انت في ثورات كده كانت مرتبطة دايما بألفاظ لها علاقة بالدم، بالنار، بالتهديم، بالتهشيم. دي لها علاقة بالأمل. دي كلها كانت لها علاقة بالأمل. واختاروا دايما الربيع العربي، واختاروا دايما
ملاحظات كده يعني رفعت توقعات الناس وخلتهم يتجننوا كلهم زي وائل غنيم، بسبب ان الناس فعلا شافت الربيع يعني عملوا فيجواليزيشن كده ان هم هيوصلوا للربيع. حلو. وطبعا كانت دايما بيتم القول يعني بانها ثوره الشباب ثوره الشباب ثوره الشباب، وطلعت موجه على قفا ثوره الشباب دي ان هي موجه احتقار فعلا للاجيال الاكبر يعني. وطبعا الموجة دي ما كانتش موجة خاطئة، بس هي مشكلتها ان هي كانت موجهة تجاه فئة معينة بس شملت الكل. يعني هي موجهة طبعا تجاه صفوت الشريف وتجاه زكريا عزمي وتجاه حسني مبارك وتجاه الجماعة دول وتجاه الرموز اللي كانت موجودة في النظام المصري يعني اللي هي خللت في المكان. بس الموضوع بقى لما بيجي ينتشر على المستوى الجامعي، لا انا متخيل نفسي ومتخيل جيلي في المرحلة دي وانت حاسس ان لا ابوك ده سكه. يعني مستحيل يكون عنده بربع جنيه معلومه. لو كان راجل كان شال حسني مبارك يعني لو كان بني ادم كان عمل حاجه. انت شايف انها كان لها تاثير سلبي؟ كان ليها تاثير مش سلبي ولا ايجابي، بس على الناحيه الاجتماعيه هو مبارك لما اسقط كل شيء. اسقط الاله واسقط الابهات واسقط المؤسسات واسقط الجيش واسقط الشرطه. الراجل ده كان معلق كل حاجه في دماغه. كان راجل غريب جدا. 30 سنه 30 يعني سنه وقت هو 30 سنه الناس عاشت وماتت معاه. الناس عاشت كده اتولدت وفي ناس ماتت وناس بعثت وناس يعني خلاص دخلوا جهنم وحسني مبارك لسه موجود. فالراجل ده لما سقط كل شيء سقط هبده واحده. ما كنتش متخيل ان هو بس ما كناش مستعدين للتعامل مع ده، صح؟ مش ما كناش مستعدين، لا هو اللي كنا مستعدين عادي يعني. هو الرجاله اللي كانت قبل كده كانت مستعده. لا اقصد اقول انه ما من الناحيه السياسيه يعني مش بتكلم من الناحيه السياسيه خالص. واكيد مش قصدي الناحيه السياسيه، انا قصدي من الناحيه الاجتماعيه. المجتمع نفسه ما كانش جاهز يعني. ده ترانزيشن عنيف بالنسبه لحاله ركود. لان بالظبط حاله ركود. انا مش شايف ان التحول وسقوط الاشياء دي مخيف. يعني انا مش شايف ان يعني تحطيم صوره حتى الاله ولا تحطيم صوره الاب ولا ان تحطيم صوره الاله مجازيا عن مناصر او تحطيم صوره انت شوف عملت عليها استدراك فهتبقى لا يا حبيبي ما كده الاستدراكات بتيجي من غير ما اقوم. لا يعني مجازيا عن مناصر. مجازيا طبعا ماشي اكيد. تحطيم الايقونات دي كلها كان كده بيحصل على يعني عارف انت على مدد كده. ماشي. لما جه في مصر جه اتدغدغ مره واحده فما بقتش الناس عارفه تطلع قوالب اصلا. حلو. ما فيش قوالب هي تصنعها. يعني مثلا خلاص ابهاتنا وحشين وكلنا هنبقى ملحدين ومش وهنقلع كلنا الحجاب وكلنا هنروق. طب وبعدين هتصنع بقى حاجات تعيد يعني السوشيال كوهيجن ده ازاي ان انت هتجمع الناس دي تاني تحت حاجه معينه. خلاص كله بقى تحت الشك. ما كانش فيه كله بقى سيء. فكره اجتماعيه جديده. فالرجاله قالت لك تمام التمام. انا لا ناصري ولا مش ناصري. يعني كانت في رجاله كده، كانت في جماعه شديده التاثير، وده اللي انا بضحك عليهم بتوع الالتراس دي. يعني بتاعت الالتراس دي لا عايزه تبقى اخوان ولا عايزه تبقى مش عارف ايه ولا عايزه تبقى ايه. فبقت عيال يعني هم يبدو ان هم جمال كده، هم لا منتمين. بس يا ابني انت عاوز ايه يعني؟ بقت كارثه بقى، كارثه ظهور فكره احنا مش عايزين مجتمع. احنا كان عندنا قطب واحد في المجتمع، المفروض ان يحصل قطب كمان ويولد قطب يولد قطب يولد. ده وقع وما فيش اقطاب. ظهرت مجموعه من الناس قالت لك انا مش حد. ما هي يا ابني هي دي حاجه جميله، كل حاجه في منتهى الشياكه، وان انت تكتب على الفيس ان انت لا منتمي وكده جميله. بس مش كانت عايز ايه؟ فيلاقي نفسه مش عايز حاجه. حلو. ينزل يصيح يا ابني المطلوب. مفيش مطلوب. ما هو مفيش اجنده. ما الاجنده حلوه برضه. ما هي وجود اجنده بتقول لنا يا ابني انت عايز ايه. بنعرف نتوقعك، بنعرف نضحك عليك، بنعرف نرضيك. أيوة. انما الرجاله دي انا افتكر ان انا كنت بقعد معاهم. بس خلي بالك ده كلام يعني برضو عشان ما نكونش بنخرج بره المساله قوي. بس انا مش ومش قصدي خلاص ان اللي انت بتقوله ده بره الموضوع، بالعكس هو جوه الموضوع. لان هو ده كان الكلام اللي اهالينا او ابائنا في الوقت ده كانوا بيرددوه، اللي هو طب انتوا عايزين ايه؟ يعني اقصد اقول انت النهارده دلوقتي بقيت في نفس الموقع اللي كنت بتنتقده من 10 سنين. تمام. فهل ده لان انت بقيت شايف الامور بشكل مختلف ولا حاجه تانية ولا هو نفس الموقف؟ انا شايف الناس بتتدرب. انا شايف ان احنا خدنا البراح السياسي، خدنا البراح الاجتماعي، وغير مدربين على تقديم اي شيء. احنا بلا اجنده لان تم اخصاء الاجندات. احنا مجتمع الحزب الواحد او الحزبين اللي هم تبع بعض.
الاخوان والحزب الوطني، هم رجاله اخوات مع بعض وطول النهار يركبوا بعض بقالهم 30 سنه. فطلعوا احنا بقى مش متدربين على اي حاجه، ولا عمرنا مارسنا اي حريه اجتماعيه حقيقيه. احنا اصلا يعني المضحك بالنسبه لمصر، بس انت ما كنت شايف ده وقتها؟ لا طبعا، انا قصدي المضحك بالنسبه لمصر ان هي قاعده حرفيا ما بين قمعين. مصر مكتوب عليها قمع، يا اما قمع الحزب الواحد سياسيا، يا اما قمع الجماعه دينيا واجتماعيا. احنا بنفلفص ما بين الاثنين دول، وما بين ذلك رموز مضحكه لا ندري عنها اي شيء سوى ان هي بتقف على سلالم النقابات تعمل وقفات احتجاجيه فولكلوريه كل مده. اوكي. يعني زي مثلا حمدين صباحي وزي الجماعه احمد دومه والجماعه اللي هي ايه بتطلع عارف انت تفك عن نفسها دي. فاللي انا اقصده ايه، عشان مش هطلع الموضوع اكتر من كده، انا بتعذب يا ابني بطلع من الموضوع. ما انا هو جاي اوقفك انت مصر. طب انا كان في حته كده قولها يا حبيبي. قولها بس انت اللي هتشيلها بايدك في المونتاج. ماشي خلاص اوكي خلاص مش هقول. ماشي خلاص مش هقول. خلينا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مهم، لانه هو يبدو ان هو يعني بره الموضوع، بس هو بيفتح سؤال حاجه مهمه. لو انه ده مجتمع بدون اجندات او بدون خلينا نقول افكار كبيره واسعه تحكمه وهو ينتمي ليها، ده له علاقه بانه دايما السلطه بتاخد الشكل الابوي. يعني بنرجع تاني بنلاقي الاب بقى، بما ان الاب مش بيأدي الادوار المنتظره منه في السياقات الاسره الصغيره، فبنلاقي الناس بقى بيتصدروا للاب في المجتمع كله. يعني الروح الابويه ايا كان بقى هو فين في هرم السلطه، سواء في مصر او حتى في الدول العربيه، دايما على فكره انا مش السلطه واخده روح ابويه كده. يعني هي الفكره كلها بالنسبه لي في ايه، خلي بالك ان في نقطه مهمه جدا في انتقاد الفكر الابوي. هي الفكره كلها ان الروح الابويه ضروريه طول ما المجتمع، او بلاش نروح على سياق المجتمع، ان الروح الابويه ضروريه طول ما الطفل او الكائن ده غير ملم بتفاصيل حياته. هو مش عارف الصح والغلط. يعني انا هقول لك على حاجه، لو انا دلوقتي كحامد ما عنديش روح ابويه تجاه ابني، الواد ده هينط في الميه يموت نفسه. منطقي جدا. هو مش عارف. ولو انا عملت نفسي بقى واد بتاع حريات واسيبه يتعلم كل حاجه، هيموت مصعوق كهربائي. منطقي يعني برضو. فانا لازم يكون في دور ابوي. الفكره كلها في ايه، ان انا لما يكون ابني عنده 30 سنه وانا ستيل بمارس على الدور الابوي، وان انا بقنعه لحد هو عنده 30 سنه ان هو دي طويله وعاليه دي، ان هو يفضل يستسلم لتوجيهاتي انا. طيب على مسارات الحكومه، بس انت كده كانك بتقول ان المجتمع كبر وشاخ ولسه هو مش جاهز ان هو يعمل حاجه. هو المجتمع ما كبرش وشيخ، هو المجتمع ما بيعجزش، هو ملوش سن معين. هي الفكره كلها ان اللي حصل ايه في يناير، اللي حصل في يناير اي نعم انا بنتقده، لكن انا في وجهه نظري شايفه ان هو التطور الطبيعي، بس ازمته ان هو جاي يعني هو تم استغلاله. انت ستيل مع طفل، يعني بمعنى ايه، انا هتخيل معاك مثلا ان انا عندي ابن. ابني ده عشان يبقى بني ادم، وعشان خاطر، وده بالنسبه لكده اللي كان بيقولوا عليه يعني علماء النفس لما بيجوا يحللوا الموضوع ده، فبيقولوا عشان خاطر ابنك ده يعمل حاجه اسمها individuation، يعني يبدا يتفرد يبقى بني ادم، بيجي عنده مرحله معينه هو بيهجم عليك وخلاص، ماشي، بلا اي توجهات. يعني هو مش عايز منك حاجه، حلو، وهو مش طالب منك حاجه. هو راي الاب عموما وراي الام عموما مرفوض باي صوره من الصور. هو حلف عند رهيبه. انت مثلا هتطلب منه شكل معين، سياق معين، هيكسره. الفكره ان لازم ده يحصل عشان خاطر هو يعتاد ان هو يعرف ان هو عنده مساحه، ويبدا يبص لك ان انت مش مهيمن عليه، فيبدا بعد كده يتعامل مع كلامك بعدوانيه اقل، ويبدا فعلا ان هو يقتبس، ويبدا ان هو يقتبس منه. فاللي حصل عندنا للاسف يعني، وده محزن، ان على مسار يعني على الموضوع ده على شكل الدول ما كانش سهل. احنا محتاجين فتره معينه ان احنا نطلع نصرخ مثلا. يعني ليه دور المعارضه مثلا في الحكومات، او ليه دور المعارضه عموما في الجو العام السياسي بيخلق بعد كده نضج؟ لان احنا عايزين جو من اجواء المعارضه اللي بلا هدف، ناس تبدا تمارس حريتها في الصراخ، وتبدا تطلع الحكومه تقول لهم يا اخوانا انتوا عايزين، يقول لك انا مش عارف، يطلع يبان عليه عبيط. فتطلع اول مرحله من مراحل المعارضه اللي هو الجيل الاول، اللي هو المعارض العبط، المعارض العبيط اللي هو المعارض العبيط، المعارض الاماتشور، المعارض المراهق. يعني ماشي، خلينا المعارض المراهق. حلو. اللي هو انت انسان
كل ما تملك هو قدرتك على ان انت تعارض. حلو. ده اكبر انجاز عملته. يبدا الجيل اللي بعد كده خلاص خد حريته بقى، ما بيشوفش اي مكسب وانتصار فكونه بيعارض وخلاص. هيبدا بقى الجيل اللي بعد كده عايز ايه؟ عايز يطلع من المعارضه دي بحاجه حقيقيه. والغريب ان المعارضه لما بتنضج بيبقى عندها ابروتش مع الحكومه. ده حقيقي. يعني بتبدا بقى تقف مع الحكومه حسابات بقى. يعني لا ده انت فعلا عندك حق. يعني طب والحكومه لما تبدا تنضج كمان في وجود المعارضه تبدا تحط نفسها في نفس المكان بتاع المعارضه، فيبدا يحصل التحول. بس انت شايف ان الروح الابويه لازمه لان ده يحصل؟ الروح الابويه الحقيقيه. الروح الابويه الحقيقيه مش القمعيه يعني. مش القمعيه. الروح الابويه الحقيقيه يعني ايه مثلا؟ تديك مساحه احنا عندنا نشاط سياسي مقنن. صح، ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله نشاط سياسي مقنن. مقنن يعني ايه؟ الناس تقعد وتقننه، انا مش عارف اقننه. انا مش متفق مع نشاط سياسي مفتوح. ايوه بس لازم يكون في نشاط سياسي. ايوه. الناس دلوقتي بتقول لك مين البديل؟ ما هو انت مش عارف تفرز. الكل المعارضين دلوقتي في مرحله الايه؟ في مرحله عدم النضج، في مرحله الحمدين صباح. اوكي. انت عايز ايه يا حمدو؟ مش عارف. هو مش عارف. اوكي. هو عايز سلالم. خلاص يعني احنا نجتاز النقطه دي. نجتازها عشان طيب يعني خلينا بعد ما رحنا للسياقات عامه قوي وواسعه وكده، انا عايز نرجع للسياق الفردي او الخاص يعني، وخلينا نتكلم اكتر من موقع الابناء. يعني ازاي الناس يعرفوا او الشخص يعرف ان علاقته باهله مأثر عليه بشكل سلبي؟ ازاي يكتشف التأثير السلبي اللي في شخصيته ده؟ وده سؤال مهم يعني بيشغل ناس كتير. طب بقول لك ايه، هتعيد السؤال ده تاني؟ مش من هعيده تاني، هعيده واقول تاني. لا هقول لك على حاجه. ايه رايك؟ ايوه. نوقف ونعمل فنجان قهوه. ولا انا غلطان؟ ماشي تعالى. هو ساعه. طب انا غلطان. هناخد بريك، احنا بقالنا ساعه. طيب السؤال اللي انا كنت سألته لك في الاخر وهو فكرة ازاي نعرف ان احنا في علاقة سيئة او كده. عادي، لو انت شايف ان اجابته دي منطقية بالنسبة لك استخدمها وقولها بطريقتك، مش خطر يعني. لماذا؟ لان كل اللي فات ده هل هو ما اتكلموش فيه؟ لا اكيد الناس اتكلمت فيه، بس احنا قلنا بطريقة مختلفة. في حاجات ذكية تاني ما بقيتش عارف. انا بقول لك اسمع كلامي، انا ما بقيتش عارف. اتكلم براحتك. ما بقول لك انا ما بقيتش عارف. ما انا عارف ما بقيتش عارف اجابه السؤال ده. ما بقيتش عارف اجابه السؤال. لا قول بقى انا مش عارف اجابه السؤال وفكر. يعني مثلا هقول لك على حاجه. هو ممكن نتحرك في السؤال ده بشكل سفسطه. يعني عارف انت اللي هو شغل الاسئله بتاعت ما معنى. فلو قلنا مثلا ما معنى علاقه، هو ايه اهميه السؤال؟ ان في واحد بيتفرج دلوقتي يقول لك انا ازاي اعرف ان علاقتي بابايا وامي وحشه؟ انه ده سؤال بيشغله. هل هو معني؟ هل هو هياخد الكلام بتاعنا ده على انه اجابه؟ لا طبعا، لانه كل شخص عنده كيس لازم يروح لدكتور. مش يسمع كلام في التلفزيون فيروح يعمله. فاللي احنا بنقدمه ده هو افكار ازاي استرشد على الخلل. ازاي هو الراجل كانت اجابته ايه؟ ان انا اشوف ان انا مش قادر اكون على طبيعتي معاهم، مش قادر اكون واضح تماما معاهم. ده كان جزء اساسي في اجابته. فكل ما انا بخبي حاجات منهم او بحاول امنع عنهم حاجات، ده معناه ان عندي علاقه مضطربه معاهم. ده انديكيشن. ده انديكيشن، بس مش ده الشيء الوحيد اللي تستند عليه. مش عارف يعني ازاي ان الانسان ممكن يعرف ان علاقته باهله علاقه سيئه، ولا تقصد ان هم ناس سيئين في حقه؟ لا انا كان سؤالي مش ان هو في علاقه سيئه، ازاي يعرف ان اهله سايبين اثر سيء في شخصيته. هو ده السؤال المهم، لانه بعد كده هنتكلم هو ازاي يعالج ده. يعني ازاي الانسان بقى يبتدي يشوف يواجه نفسه يبقى احسن. والله ناصر، هي يعني لو خدنا الكلام امتدادا لمفهوم الطب التقليدي، يعني الطب التقليدي بيعتبر ايه؟ بيعتبر ببساطه كده ان انت عشان خاطر تقول ان انت عندك باثولوجي في ايا ما يكون يبقى انت بالديسفانكشن. بمعنى بس يعني ده التعريف التقليدي. ما هو يعني الفكره كلها هي الناس هتبدا تديتكت ازاي ان علاقتها باهلها مثلا علاقه سيئه، ان هو بيديسفانكشن في علاقات تانية. يعني هي الفكره كلها مشكلتها مش بتتكلم هنا على الديسفانكشن ومش قادر يشتغل كل يوم، هو ديسفانكشن في العلاقات التانية. يعني هي الفكره كلها بالنسبه لي في ناصر
انا بتخيل مثلا ان انت مثلا شخص عندك اضطراب، فلنفترض انت عندك ساديه ولا عندك مزاج، ده مش دي مش اضطرابات والله يعني. يا ريت والله. دي مش اضطرابات، بس اتمنى. اصل انا قصدي لو انت عندك نمط معين. النمط المعين ده هو حتى لو كان مؤذي ممكن انت تخش في علاقة تانية وبسبب ان النمط ده لقى المكمل له، فتعيش انت سعيد وما تحسش انت كنت عايش في حاجة مسيئة. صحيح. لذلك انا مش ما بقتش عارف يعني. انا مشكلتي يا ناصر ان انا في طور فيز مربكة جدا. وبحس من خلالها ان انا مش قادر يعني احط اجابات زي زمان. مشكلتي في الفيز اللي انا فيها دلوقتي يا ناصر ان انا ممكن تسميني اب جرونج فاذر، يعني اب في بدايه مراحله. فانا مش قادر اتكلم. ليه؟ لان انا خلصت مرحله كوني ابن وخلصت مرحله الثوره ولم اكتمل كوني اب ولم اواجه تحديات الابوه، فلسه. فانا في مرحله ان انا خلاص ما بقتش قادر اتكلم كشاب مراهق معارض ابن، ومش قادر برضو اتكلم من منطلق الاباء وان انا ادافع عنهم بصوره كامله او ان انا احط نفسي في مكانهم. فلذلك انا يعني بحس دايما برضو ان الكلام لما بيترد ولما بيتقال بحس ان هو دايما بيبقى له دايما ايه، عارف انت، بيتم استعماله كسلاح من طرف من الاطراف. وده طبعا انا مش مسؤول عنه ومش هينفع ان انا اكبل اجاباتي بناء عليه. مش عارف يعني. انا شايف ان يعني ازاي ان انت تعرف مثلا ان انت حالتك مش كويسه مع ابوك وامك، او ان انت كنتوا في علاقه مش كويسه، او في اثر سيء، او ان في اثر سيء. الاثر السيء ده بينطبع وبيبقى له ظواهر في حياتك، تبقى انت بالديسفانكشن مع الناس كلها. انت مش قادر ان انت ترتبط بشكل معين مثلا مع واحده او مع واحد. انت مش قادر تكون علاقات صداقه مستقره. علاقات الصداقه بتاعتك ليها باترن معين، وده الغالب ان انت يكون ليها باترن او تكرارات معينه. انما كونك مثلا يعني الرد مثلا على اجابه اللي هو الدكتور اللي كان قال ان انت مش تقدر تعيش قصادهم بالصوره، ما اعرفش، حاسس ان هي اجابه احسن من مش عارف. يعني انا حسيت ان هو يعني ابتكر اجابه احسن ما يقول مش عارف. لان زي ما بقول لك وانت واقف كده بتقيم انت بتكتشف ايه ناصر مثلا وانت في العلاقات. دلوقتي مثلا ابني مثلا عايز يقعد على التليفون، فانت محتاج ان انت ما تديلوش التليفون. فبس تيجي تبص دلوقتي في الواقع تبص تقول لا، هو تقول اصل التليفون والحاجات دي مش عارف ما هتعطل عنده مجموعة مهام معينة. من ضمنها مثلا كانوا بيتكلموا يقول لك ايه، مش بيعرف يكتب كويس، كان من ضمن الحاجات. فانا قلت لمراتي ما عنه ما كتب كويس، ممكن الزمن الجاي مش هيعوز يكتب اصلا. منطقي. يعني احتمال كبير جدا مش هيضطر. مؤتمر اوبن اي اي خلص انت متخيل يعني ممكن ما يضطرش نهائيا. صحيح. ممكن الاقلام دي تختفي، ما تبقاش هي دي المهارة مطلوبة يعني. طيب فالفكرة كلها مثلا، طيب دايما هتلاقي نفسك وانت بتاخد خطوات في مواضيع العلاقات ده ناصر، ان انت دايما كل مرة مش قادر تقف على في كلمة الحد الفاصل. الحد الفاصل ما بين الحزم والعنف، الحد الفاصل ما بين مش عارف ايه والمش عارف ايه. المشكلة ان هو لا يمكن تقديم بأي صورة من الصور اجابات اوبجكتيف، يعني اجابات موضوعية تناسب الجميع. صح. يعني هو لا يمكن بأي صورة من الصور ان انا اتبنى اجابة معينة اعرف من خلالها ايه هو الحزم وايه هو العنف اللي انا ممكن اتوجهه تجاه ابني. لان مثلا اول حاجة اختلاف جندري، ابني ده مثلا ولد ممكن يمشي مع ولد غير يمشي مع بنت. ممكن هو الولد ده وارث حاجات معينة وله طابع معين، مثلا جزء جينيتكس فيه يتناسب معاه. الولد ده مثلا اكبر حد في الاسرتين، وهكذا وهكذا. فكل ما اجي اتكلم احس ان انا مش قادر يعني. ازاي ان انا اقول ما اعرفش ازاي ان انا اجيبهم هما الاثنين. خلينا نقول انا الحاجه الوحيده اللي انا يعني من قصدي مش الحاجه الوحيده، من الحاجات الجميله اللي انا ما زلت بشوف ان القرآن قدم فيها قصه انا شايف ان هي من شده قيمتها، هي تم ذكرها لوحدها. حلو. تم ذكرها لوحدها. وانا شايف ان هي قصه قيمه، اللي هي قصه الراجل اللي راح يشتكي لسيدنا داوود وقال له اخي له 99 نعجه ليه نعجه هذا، فقال مش عايز اغلط في الايات يعني مش عارف ايه كده، وعزانيه في الخطاب. يعني الفكره كلها ان خلاصه القصه كلها اللي تم يعني دخلت كده في وسط السياق في سوره صاد تقريبا، مش عايز برضو اغلط في الاسماء كتير واحد باله. المهم هي اللي هي ليها مقدمه، اللي هي ليها دخله ليها، ولا هي وخرجت من القصه على حاجه تانية. تحس ان هي اتحطت كده يعني اتبروزت. ايه القصه عايزه تقول؟ الفكره كلها ان هي عايزه تقول ان ربنا عاتبه على ان هو ما سمعش اخوه. القصه تبدو في كل سياقاتها واللي انت بتستمع اليه
ان هي مظلمه، ومظلمه في شديده الوضوح. لكن في الاول وفي الاخر اللي بيحصل في الاول وفي الاخر لا، المساله انت ما سمعتوش، حتى القصه ما استمرتش، ما قالوش مثلا ان هو لما قابله لا هو استغفر ربنا على اهم خطا عمله، هو ما سمعش. ده مش عدل. هو ما راحش يكلم اخوه لازم تسمعه. يعني هو انت لازم تسمعه. هو بقى كان معاه 99 نعجه، هو كان معاه ما كانش معاه، الفكره كلها. برضو شفت مشهد كده، هو مشهد مش انا بس عايز يعني عشان اللي بيشوفنا يبقى واضح له القصه دي، انت عايز تربطها بانه لازم يكون في حوار اصلا لازم يعني هو انا عايز اعرف ان العلاقه سيئه ولا لا، لازم الطرفين يبقى موجودين. انت ممكن تكون انت المسيء اصلا اثر الموضوع ده عليك ايه، انت ممكن تكون المسيء وعامل لهم ابيوز وانت بتتألم. يعني حتى الاثر نفسه. اصل فيها مشكله ناصر، ان في امراض ايجوسنتريك، يعني في امراض نفسها المريض غير قادر اصلا على التعاطف مع ناس تانية، مش قادر يتعاطف. انت متخيل ازاي؟ فهمت قصدك. طب انا هقول ايه مثلا في نقطه زي كده؟ مش عارف. انت عايز تقول مثلا انا اعرف ازاي ان العلاقه مسيئه، عايز اعرف مين اللي غلطان، ما اقدرش يا ابني اقول لك. انت لازم تحط القصه كده على الترابيزه كده وتتكلم. طيب خلينا نقول انه واضح من كلامك انك بتقول انه الانسان، وممكن انا فهمت سؤال غلط، ممكن انت عايز تقول يعني، ممكن انا برضو حاولت اجاوب على فكره ازاي اعرف اذا كانوا اهلي مسيئين ليا ولا لا. انت كنت سؤالك بتقول لي ازاي اعرف العلاقه سيئه ولا لا. يعني سيئه جايه من الاساءه، جايه من المسيء، فيمكن انا برضو جاوبت قريبه من بعيد بعضها شويه. انت عندك اجابه تانية على السؤال التاني لو بصيغه تانية يعني؟ ان هي طالعه سيئه، مش عارف بصراحه. مش عارف. خلينا نرجع خطوتين لورا. معلش اقول نقطه صغيره بقى عشان في مشهد برضو اثر فيها فعلا. يعني كان في مشهد كده اللي هو الممثل السوري اللي بيمثل في مصر ده، اللي هو كان اسمه والله ما عارف اسمه ايه حتى الممثل، اللي هو الممثل السوري اللي بيمثل في مصر دايما يطلع مع عبله كامل، يطلع نفسه ويعمل نفسه صعيدي. المهم جمال سليمان كان طالع كده في مشهد برضه مع الواد احمد داش المضحك ده. يعني هما كانوا المفروض ان في اب وابنه، حتى مش عارف المسلسل بس كانت بتيجي دايما على السوشيال ميديا وكده يعني. فكان يقول له يعني ان انا مفيش اب بيعمل كده. قال له لا، قال له يعني هو مفيش ابن. قال له لا، ممكن اب يعمل كده لو هو عنده ابن زيك. انا مش بتابع يعني انا مش عايز انتصر للاب ولا عايز انتصر للابن، بس هما الاثنين ردوا على بعض. هما الاثنين ردوا على بعض. ويبدو ان على درجة ما هما الاثنين ممكن يكون عندهم درجة من درجات الوجاهة. يعني هل في ابناء مثلا بتبقى انتي سوشيال مثلا، عنده اضطراب نفسي معين، فخلاص الاباء بينفد منها الحلول، فبتضطر مثلا ان هي تأذي ابنائها. ممكن اضطراب يعني. انا فاهم قصدك، بس خلينا يعني نجمل الكلام شويه ونحطه في سطور واضحه. انت بتقول انه مستحيل ان احنا نقدر نحدد اذا كانت العلاقه دي سيئه او انا ما اقدرش. مش مستحيل. ماشي. يعني في سياقنا اللي احنا فيه ان احنا ما نقدرش نحدد اذا كانت العلاقه دي سيئه او الاهل دول مسيئين، او نحدد حتى ايه الاثر السلبي اللي ممكن تكون العلاقه دي سايبه لو هي فعلا كانت سيئه، الا لما نكون الاطراف كلها موجوده وقادرين نتواصل معاها ونسالها ونفهم منها، والاطراف نفسها تكون بتتواصل مع بعض. بالظبط. ده ضروري وده اكيد مفهوم. بس مش ممكن يكون غياب التواصل الحقيقي بين الاهل واولادهم هو بشكل ما دليل ان في مشكله؟ يعني قصدي ممكن يكون ده عرض عام، بس غياب التواصل، والتواصل ده مش مقصود بيه نسمع اخبار بعض، مش عارفين نتكلم، مش عارفين يبقى في امباثي كفايه جوه العلاقه اللي هو تعاطف، مش عارفين نتفهم مواقف ومواقع المختلفه، فكل واحد لوحده في جزيره لوحده ومش قادر يتواصل مع التاني. مش ده ممكن يكون شكل من اشكال المشكله اللي ممكن ساعتها نبتدي نفهم؟ خلي بالك يا ناصر، في وجهه نظري ان موضوع التواصل ده يعني بيتم سرده في الحلول النفسيه عن طريق الكتب او عن طريق البلوجات او الاطباء او ايا ما يكون، وكأنه قضيه يعني في منتهى البساطه. يعني بص يا ناصر، مشكلتك وانت انت بتخيل الموضوع عباره عن ايه؟ اب وابن. ده مشكلته انه مش واقف في سن معين، وهما الاثنين على الاقل بيفرقهم عن بعض 20 سنه. الفكره كلها ان ال20 سنه دول منهم كمان يعني هو الولد ده هو عنده سنه، انت محتاج لغه، وانت تكتشف كده وانت بتخلف. انت في لغه، بقى كده 2 سنين لغه، بقى كده 3 سنين لغه، بقى كده 4 سنين لغه. ده مش سهل. طب انت بتعجز. طب في ليفلات معينه ناصر خلاص التواصل يكاد يكون مستحيل. زي يعني مثلا دلوقتي تيتا دلوقتي عندها 70 سنه،
انا عارف ان ده مثال اكستريم، ايوه بس ماشي. الاكستريم بنفهم بيه ايوه التفاصيل جوه. ماشي. عندها 70 سنه، حلو. مر عليها من العمر ما مر، وهي بوعيها لسه. لكن هل هي اذا حاولت الاتصال مع مراد ابني لو هو بقى عنده 5 سنين هتعرف؟ في وجهه نظري لا. ماشي. في وجهه نظري لا. الناس بتستسهل قوي كلمه التواصل، احنا عايزين نتواصل، احنا عايزين مش عارف ايه. في موضوع الاباء والابناء ده انا بتخيله ان هو شيء مش سهل. ايوه ماشي، اكيد يعني شيء مش سهل، وشيء بس غيابه ممكن يحصل في مرحله مع ان هو يبقى مستحيل. ايوه بس غيابه مؤشر على وجود مشكله، نقدر نقول كده ولا انت شايف لا؟ ولا تشوف هو شايف ان في علاقه ممكن تكون كويسه وناضجه ومن غير ما يكون في تواصل حقيقي؟ برضو تعريف الكلمه مش عارفه، يعني تعريف الجمله نفسه مش عارفه. انا مثلا على اتصال مثلا بمشاعر ابني، دايما على اتصال بيها، انا محتاج ان انا يكون عندي ايموشنال انتليجنس، يكون عندي امباثي اصلا، قدره على التعاطف اصلا. أيوة. قدره على الاتصال بمشاعر الاخرين اصلا. ايوه، ولو ده مش موجود يبقى انت لا موجود في حياتك بره ولا موجود في حياتك هنا. ايوه، ما هي مهاره، لو هي مش متربيه مش هتتربى في بينك وبين ابنك. ما هو احنا هنا مش بنقول انه كل العلاقات، يعني كنت بتكلم مع حد بيسالني بيقول لي يعني هو انت مش شايف انه يعني ناقم على، هو كان الشخص ده ناقم على اهله بشكل ما، فقلت له انه مش كلنا مقدر لنا ان احنا يكون عندنا اباء وامهات كويسين، واحنا كمان مش مقدر لنا كل الناس جيلنا يعني يكون اباء وامهات كويسين، يبقى في ناس كويسه وهيبقى في ناس وحشه، ومش كل الاباء اصلا مقدر ليهم ان هم يكونوا عندهم تواصل وحقيقيين. بالعكس، هو في النهايه في ديفكتات هتحصل وفي مشاكل هتحصل كويس. بس احنا عندنا التزام ناحيه ايه اللي نعمله مع المشاكل، ازاي نفهم المشاكل. يعني هو ده السؤال، هو احنا عايزين نعرف ان اذا كان في مشكله ولا لا عشان نبتدي بقى نشوف ازاي نتعامل معاها. هو ده السؤال المهم. فعشان كده بنقول ممكن يكون عندي اجابه له. انا ممكن اجاوب على دي. ماشي. ممكن اجاوب على فكره ان هو مثلا ايه، وبرضه برد عليها يعني بجانب ميديكال. ماشي. لو ما نفعتش ما تضرش. حلو. يعني مثلا انت ممكن انت ما يبقاش عندك توجيهات، انت عندك مثلا 2 ليفلز مثلا من الابوه. اول ليفل مثلا الحاجات اللي انت ما تعملهاش عشان ما تضرش. وتاني ليفل لو انت عرفت تقدم قدم. حلو. ده كده يعني احنا كده، فانا بوجهة نظري مثلا مش كل الناس هتعرف تكوميونيكيت، بس ممكن ناس كتيرة خالص يبقى عندها محاذير، والمحاذير تبقى واضحة. حلو. وانا شايف ان ده موجة، وموجة جيدة. ماشي. وموجة حاليا في مرحلة العبط، بس هتنضج. اللي هي مرحلة العبط اللي احنا بنسميه اللي هو الايه، الماميز. الماميز يعني. ماشي. الماميز دلوقتي داخلين في مرحلة المحاذير واللأ، وده كويس. ماشي. هو بينتج تعليمات كتير كده، وموانع كتير واوهام وخيالات عن البيئة المعقمة للولا والكلام ده. بس انا شايف انها ستيب اولانية. يعني الناس بدأت تاخد ستيب ان هي بص، انا مش قادر ادي، على الاقل ما اكونش مؤذي. يعني احنا دايما قبل اول ما اتعلمنا طب خالص اتعلمنا مجموعه ادويه كده اللي هو انت ممكن تديها ما تموتوش. ماشي. خلاص يعني ما تفيدوش قوي، بس انت متاكد ده مش هيموته. فانت بتمانج بالموضوع ده. فانا شايف ان ده المانجمنت الاولاني، ومنطقي جدا ان هو بيتحرك. هل انا متخيل مثلا ان الناس انا شايف ان الكوميونيكيشن رائع جميل، بس مش كل الناس، مش كل الناس هتوصل له. ماشي. ومش كل الناس هتوصل له على مدار حياتها كلها. حلو. ومهما بذلت مجهود، لان في ناس معينه غير قادره فعلا على التواصل العاطفي مع نفسها. ماشي. ولا مع غيرها، ولا على مستوى المجتمع. حلو. فمش هيوصلوا مع ابنه. ماشي. وفي تجارب في وجهة نظري يستحيل معاها ده. يستحيل معاها ده. ليه احنا بنتكلم في المسألة دي؟ لان انا شايف انه هنفترض امثلة مختلفة. مثلا يعني اب شخصيته قوية وعنيفة جدا مع اولاده، غالبا استجابات اولاده هتختلف، مش هيطلعوا نفس الاستجابة برغم انهم اخوات في نفس البيت. كويس. في حد هيبقى منكمش تماما ومنهزم قوي ومنسحق قوي قدام الاب. في حد تاني هيقرر ان هو يتحايل على الاب. في حد تالت هيقرر ان هو يتماهى مع سلطة الاب ويحاول يستلمها منه. اقصد اقول حتى النموذج الواحد في الاب في نفس البيت ما بيخلقش نفس الاستجابة عند الاولاد او البنات. الموضوع بيختلف على حسب ترتيبهم جوه الاسرة، بيختلف على حسب نوعهم ولد ولا بنت، بيختلف على حسب اعمارهم، الدينامكس اللي ما بينهم. فده نموذج. في نموذج تاني الاب مختفي، مالوش حضور كفاية،
ده برضو تأثيره بيظهر على الأولاد بشكل مختلف. في حد بيقرر إن هو عايز دايما يتغلب على اختفاء الأب ده بإنه ياخد مناصب أو يجيب فلوس. في حد ممكن يوصل لمرحلة إن هو يبقى شايف لا أنا متماهي مع أبويا وفاهم هو اللي هو كان بيمر بيه وفاهم الضغط اللي عليه، فبالتالي أحاول إن أنا أكون زيه لأن أنا أصلا زيه. بس أنا شايف إنه في كل النماذج وفي كل الحالات في نقطة مهمة جدا، وهو مهما حاولنا نكون أو مهما ظننا إن إحنا مختلفين عن أهالينا، في النهاية إحنا اكتسبنا منهم صفات كتيرة جدا أكتر مما إحنا متخيلين. يعني ودي نقطة مهمة في علاج المشاكل. يعني كل الناس عندها مشاكل في التواصل، أنا شايف إنه عندك حق في ده، بس في نقطة مركزية وهو إنه عشان نبتدي نفهم المشكلة لازم نعرف إن إحنا شبههم بدرجة مخيفة، ويمكن إحنا بس لسه ما اكتشفناهاش. يمكن الوقت والتجارب هي اللي هتكشفها. خلي بالك في ناس حتى بينسحبوا من التجارب علشان ما يكتشفوش هم قد ايه شبه اهاليهم. يعني في ناس بتقرر انها تقفل على نفسها ابواب معينه علشان ما تبقاش في مواجهه مع الصفات القديمه اللي هم اكتسبوها من اهاليهم، بس هم اصلا مش عارفين وجودها ومش عايزين يعرفوا انها موجوده. فبشكل ما جزء من المساله هو الاعتراف بانه لا، هو احنا ولادهم ايا كانوا هم حلوين او وحشين. مش كل الناس يعني مش باي ديفولت ربنا خلق كل الابهات والامهات كويسين، ومش كلنا هنرزق باباء وامهات كويسين او مناسبين. بس في النهايه احنا عندنا التزام ان احنا نتعامل مع نتائج ده، عندنا التزام ان احنا نواجه نتائج ده، سواء في حياتنا اليوميه او حتى في ان احنا نتامل تصرفاتنا في اوقات مختلفه بتبقى عامله ازاي. بالذات النقطه اللي انت بترمي عليها انه غالبا استجابتنا لعلاقتنا مع اهالينا بتظهر في علاقات تانية، في استبدالات تانية، وده بيعقد الامور اكتر وساعات بيحلها. يعني لو زي ما انت بتقول لو انا اوريدي اصلا عندي مشكله ووقعت في حد هو اوريدي عنده برضو مشكله بس مشكله معاكسه، الامور بتعيش فخلاص مشيت، فيعني ظبطت الدنيا ومحدش عارف ان انا عيان ولا هو عيان وكلنا بقينا عيانين بس محدش واخد باله. وده منطق سليم، بس مش دايما هيظبط. يعني مثلا هو موضوع مش علمي، بس هيبقى موضوع معتمد اكتر على الحظ، وبرضه الحظ له دور في العالم يعني. بس ده يخلينا نرجع لنقطة هل احنا من حقنا، لان انا برضه حاسس دي نقطة مهمة جدا، هل احنا من حقنا نقيم ابائنا ولا لا؟ يعني دي برضو نقطة مهمة، لاني بحس انه الجيل بقى اللي هو موجود دلوقتي ده بقى بيقيم كل حاجة وبيقول رأيه في كل حاجة. فهل هل فعلا صح انك تقيم اهلك؟ اول حاجة على توني سوبرانو اديني في مشهد لطيف جدا زي ما احنا قاعدين كده. فتوني سوبرانو هو زعيم العصابة، وسيلفيو دانتي هو الرجل التاني. طبعا بموت فيهم الاثنين يعني. فالمهم هو سيلفيو دانتي هو المستشار بتاعه، هو راجل يستحق الاستشارة يعني. فكان بيسأله على يعني بيقول له انت ممكن تعلق، فسيلفيو دانتي قال له ممكن اعلق، قال له all due respect يعني مع كامل احترامي، لكن انت توني عندك مشكلة دوما مع الاثوريتي. خلي بالك سيلفيو دانتي ده الرجل الثاني بس هو اكبر من توني يجي ب10 سنين، لان ترتيبة البصات هناك ملهاش علاقة بالسن. فقال له ان انت طول عمرك يا توني عندك ايه؟ عندك مشاكل مع السلطة. وقال له ان دي الميزة اللي بتجعلك جود ليدر، حلو، تجعلك قائد كويس. انا تصورت طبعا انا مش عارف كل يوم افضل اطبل للناس اللي كتبت السيناريو ولا ايه، انا مش عارف. انا عايز كل يوم افضل اقول لديفيد تشيس ده انت مفيش منك اتنين، انت بني ادم انسان. وطبعا نفسي اشتم محمد رمضان بس ده مش السياق يعني. فراح انا توقعت بقى المشهد السينمائي المصري المعتاد ايه، توني هيقول له كده تمام، ما حصلش. قال له all due respect، قال له مع كامل احترامي بقى، قال له انت ما تعرفش يعني ايه ان انت تكون الرجل الاول، وان كل حاجة تبقى متعلقة بيك انت، وان انت تكون كل حاجة وكل القرارات متعلقة بيك انت. ولما تعرف الحوار ده هتعرف انا بعمل السلوكيات دي ليه. العجيب ان سيلفيو دانتي شاء السيناريو ان هو يبقى الاكتنج بوس ويعاني معاناة شاملة، مع ان هو يتعامل مع اقل مشكلة، بل هي اول مشكلة ظهرت قدامه. ممكن بقى ننقل بقى الموضوع ده
تربط بقى. هل انا حق ان انا اقيم ابويا؟ لكن امتى؟ مع كامل احترامي لما تكون انت الرجل الاول زي ما هو كان الرجل الاول. هل ده يجعل ابوك محصن من الاعتراض في مرحلة اللي انت حتى تكون اب؟ لا. بس انا شايف ان في جانب تاني. يعني لو انا بتكلم مع راجل تاني في سني او اصغر مني ب5 سنين او في جيلي، انا هقول له ايه؟ هقول له يعني be patient مثلا، خليك صبور. ولو انا هنصح اللي هو اعترض، بس لا تغالي في الاعتراض. ليه؟ عشان ما تندمش بعدين. عشان الندم بعدين هيبقى شديد القسوة على نفسيتك. هيبقى شديد القسوة على نفسك، مش هتقدر تتحمله. مش هتقدر تتحمل شعورك بالذنب بعدين بعد تجربتك بممارسة الأشياء دي. يعني أنا كنت بتكلم دايما وبقول إن في تجارب معينة بدونها مهما مر الإنسان لن يستطيع إن هو يعني يبلغ من العمر. يعني أنا شايف إن في تجارب معينة ناصر هي ضرورية ولوحدها ومفيش لها بديل عشان تجعل الإنسان يدخل في مرحلة تانية من مراحل حياته. يعني سيظل الإنسان أو الشاب على شكل معين وعلى أفكار معينة، وفي أفكار معينة عمره ما هيطورها وعمرها ما هتيجي في باله من غير ما ينزل يمسك فلوس بإيده. يعني لو أنا جبت كتب العالم كلها ومراجع كل حاجة، أيوة، وجبت أعظم ناس في البيزنس وقعدتهم قدام ولد شاب وقلت له الفلوس وهو لسه ما مسكش قرش، عمره ما هيفهم. وأنا مش محتاج كل ده، ومحتاج إن أنا أمسكه الفلوس ونزله، وساعتها هو هيطلع تلقائيا من الطور ده للطور ده. ونفس الموضوع ده أنا شايفه في الجواز. في حاجة معينة لن تنمو في داخلك، لن تنمو في داخلك أبدا إلا لما تتجوز. صحيح. وفي حاجة معينة لن تنمو في داخلك أبدا إلا لما تخلف. ومهما كانت قدرتك على الاستيعاب العقلي أو استيعاب الأفكار أو تخيلها أنت لن تنمو. هتظل إنسان. يعني أنا عايز أقول لك إن أنت ممكن تجيب ولد عنده 18 سنة وتجيب راجل عنده 30 سنة وتجوزهم في نفس المدة وتكتشف إن هما الاتنين بينمو. أنا بسميها بقى إيه؟ أنا بسميها إن أنت كده اسمك سنة أولى جواز. يعني التجربة دي ليها عمر لوحدها. يعني أنت عندك 30 سنة. أنا لما أجي أقيم بني آدم عنده 30 سنة أقول إيه؟ أقول له أنت سنة كام شغل؟ 30 سنة دي مش مهمة. أنت عندك كام سنة شغل؟ بالآخر. طيب كم سنة جواز؟ كم سنة خلفة؟ كم سنة مسؤولية؟ كم سنة مثلا؟ هي دي السنين بجد. هي دي اللي الإنسان بيبدأ عندها. وخلي بالك بقى، عارف انت السنين الميكس بقى. يعني انت سنة أولى جواز، انت مثلا هنسميك سنة أولى جواز وسنة تالتة شغل، يبقى انت سنة أولى ميكس. دي بقى السنة بتاعتها من المعاشرة. ايوه انت واخد بالك؟ صح. طب حط بقى سنة أولى جواز على سنة أولى مثلا خلفة على سنة أولى أبوة، السنة دي من 30. انت بتكبر. ايوه انت بتنمو، انت بتبقى الراجل. انا عايز اقول لك يا ناصر ان على الشكل بتاعي انا هناك صفات انا عمال استغرب ان هي عماله تتكون جوايا، وبتكون جوايا بهذا الرسوخ. انا كنت بتكلم، يعني انا قريبا انا قلت لمراتي انا حاسس ان انا بكتمل. وانا لا ابالغ في الموضوع ده، بقول لك انا حاسس ان انا بكتمل. بكتمل ازاي؟ انا كان عندي، بس مش حاسس ان انا الصفه الاقرب النضج، ولا انت حاسس ان هو انا بكتمل للصوره اللي انا شايفها الكمال بالنسبه لي. تمام. يعني ايه؟ انا في مرحله معينه مبكره اكتر يا ناصر انا كنت بتهز وبترج كده مع النوائب. اللي انا كنت متخيله وانا في المرحله دي الناس كده، يعني ان انا كنت متخيله في المرحله دي ان انا لما اتجوز مثلا ولما اخلف ان النوائب هتهزني اكتر. لا، انا بتمرن. انا لقيت نفسي بتمرن. يعني انت عارف المشكله اللي حصلت لي الكبيره مثلا في شغلي. خلاص انا حاسس ان انا مسكت نفسي في اللحظه دي، مسكت نفسي فوريفر. ايوه مش عارف ازاي. الطلقه اللي ما تموتكش. خلاص انا نجيت من هنا ومرنت. اصل انا ساعتها حصلت المشكله
انا ايه الحل ان انا اكمل. انا وقعت وعندي مراتي وعندي ابني، في التزام. مفيش اي مهرب، مفيش سرير استخبى تحتيه. انا حرفيا روحت يومها لقيت ابني، بصيت في عينه، كنت فرحان جدا 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 ان هو موجود، وقعدت احضن فيه وهو عمال يملص مني، وبقول له بالنص كده انا عايزك تحضن ابوك. قلت له يا ابني احضن ابوك عشان خاطر تطمنه. هذا الشعور الغريب انتابني في لحظتها، في اليوم الكارثي ده. وكنت مش قادر اكتسب هذه المشاعر حتى من مراتي. انا كنت عايز اخد ابني في حضني واحضنه عشان خاطر ينزل يبرد المخاوف. انا كان صدري ده، انا عارف نفسي في المشاعر الخوف او في مشاعر الصدمات يعني، بحس ان هو يعني زي ما يكون اتملى ميه او اتملى هواء، او بحس ان هو ضيق، او مساحه التنفس عندي بتضيق شويه، يعني ما اعرفش اخد نفس على الاخر كده. وان انا دايما بقول ان انا لما بقلق بزياده ببقى عندي الوصف ده، بحس ان انا عايز اتقيأ قلبي، عايز من كتر ما هو بينبض ان انا عايز ارجعه، اخلص منه. فلما شفت انا عمال اجيب ابني واحطه كده، اشيله وهو عيل صغير، وعمال احطه على ايه، على مواضع الخوف دي، انا عمال اطبه هنا عشان الولد عارف انت يداويني. نمت نمت، صحيت الصبح قلت يلا، طرت بقى، سافرت كذا الحقني، هنشتغل ازاي، هنرجع الامور ازاي، اعمل ايه. من بعدها ناصر انا عمال اقول لمراتي في ايه اللي حصل، تقول لي مثلا حاجه حصلت، كارثه مش عارف في كذا، ده اتكسر. لا بقى بهندل، بهدى، باخد نفس، ابص الاعتبارات اللي عندي، مش عارف بعتني في المستشفى دلوقتي انت بتحاول للتحقيق، قلت لها لا بسيطه مش مشكله، قولي لها هنقول ايه بقى لرئيس القسم. أيوة. اللي هو لا خلاص، ما انا حاسس ان انا التجربه دي بتخليني يعني بوصل للشكل اللي انا كنت عاوزه، ان انا ابقى راجل ما بخافش، ان انا ابقى راجل كولد يعني خلاص، هو الحياه هتحطك لازم تتحكم. ولعل دي نقطه مهمه برضو في الادعاءات القاسيه اللي بتتوجه تجاه الرجاله، ان يقول لك الرجاله مثلا، انا راجل، انا بصنف نفسي ان انا راجل فيري سنسيتيف، وان انا راجل عاطفي جدا، راجل عاطفي جدا. الفكره كلها ان ايه الجديد؟ الجديد دلوقتي يا ناصر ان انا بدات اربي مهاره، والمهاره دي على الارض وعلى الشكل الفعلي هي افيد بالنسبه لي من ان انا اتماهى مع مشاعري عشان خاطر الوقت. التوقيت ضيق. طيب انا دلوقتي مثلا لما حصلت المشكله دي يا ناصر، انا رحت رجعت لقيت مراتي بتعيط، انا ما نزلتش دمعه، ما انا مش هعيط، بس انا يعني ما عملتش حاجه. قلت لها لا مش مشكله. ازاي مش مشكله؟ قلت لها مش مشكله، ده موضوع بسيط، ده حاجه بسيطه، ده هتعدي، ده الكلام ده. انا عايزك تقول لي مثلا هل انا راجل مش عاطفي مثلا؟ لا. وبعدين ببص لقيت في عياط هنا، لقيت في انهيار هنا، لقيت في سقوط هنا، مفيش حل. تمالكت لازم تتمالك، اصل هتروح فين؟ فانا بتخيل نفسي كمان 10 سنين وانا عندي المهاره بعنف اكتر، وعندي المهاره بتمكن اكتر، ريزيلينس بقى. والناس بتتهمني بقى في السن ده ان انا لا، ده انت ما فيش مشاعر. لا بالعكس، انت فاهم غلط. انا بقت الامور عندي اقوى، بقت الامور عندي اقوى. يمكن الشكل اللي انا فيه صحي لان انا خدت براح كبير جدا من سنين عمري، ان انا عندي القدره على التعبير عن نفسي وان انا كونت مهاره التحكم في مشاعري بعد ما كونت مهاره ان انا اعبر عنها. فيمكن ده الشكل الصحي، يمكن، وانا شايفه صحي يعني. لكن في نفس الوقت برضو لما تلاقي في بني ادمين عندهم قدره على الايموشنال ريجوليشن ويفتقدوا فكره الايموشنال اكسبريشن، انت ما تدمرش الايموشنال ريجوليشن. يعني هم دلوقتي مثلا تخيلت يقول لك ايه، عبر عن نفسك، كولابس. ليه كولابس؟ ليه انتوا عايزين دلوقتي الرجاله مثلا في نفترض هي طورت مثلا في نفترض سلوك التحكم في مشاعرها، حلو، طور له بقى سلوك ان هو يعبر بس. يعني الراجل بيعرف يتحكم، علمه يعبر، ما تعلموش ينهار. يعني مش ميزه تماما. يعني انا لا اجد اي ميزه تماما في السلوكيات مثلا بتاعت اللي هم الستات بيحاولوا يصدروها ان هي حاجات، بسبب مش كلمه الستات، ماشي. التوجهات الفيمينستيه الغير ناضجه.
لان انا بفترض ان اي سلوك معارض بس في لازم توجهات يبدا ناضجة لا، يعني. ما عنديش توجهات ناضجه دلوقتي، مش ماشي. شايف يعني. ماشي، انا بالنسبه لي هنتكلم مش عنها شايف في مرة تانية. بعدين. بس ماشي. انا مش شايف ان في توجهات ناضجه. حلو. كل دي بنات صغنططه بتاع عندها مشكله مع ماشي. ورك الفرخه اللي الكلام كده. خلاص. الكلام ده ملوش علاقه بالتحرش. التحرش ماشي قضيه غير يا عم، نسويه. هنروح عشان انت لها. عايز تروح لي على هناك هنتكلم في الموضوع ده وعايز مرة تقول لي ان تانية. انا لا بتكلم لا في لا الموضوع لا ده لا. قضيه بسيطه. لا، ده انا محمل. التحرش انا محمل برسائل يعني، بس ليها وقتها التحرش ومكانها. قضيه ماشي. غير نسويه يا ماشي مصر. ماشي ماشي. طيب خلينا في موضوع الاب دلوقتي. ماشي. المهم، فاللي انا اقصده ايه، ان هو مثلا عايزين يجوا دلوقتي يروحوا مثلا يقول لك ان انت عامل ايموشنال ريجوليشن بزياده. حلو. طب عايزين ايه؟ كولابس ليه يا جدعان؟ يجي لك مثلا يقول لك ده انا باجي وبعيط وبروح اخد وقتي، وان انا طول النهار لما حد يكلمني مش عارف ايه اللي بيحصل وبعيط. ايه الميزه؟ ايه الجمال؟ ايوه. ايه المتعه في كده؟ ايه المتعه ان انت مثلا تكوني لما حد بيكلمك مثلا، ولا انت لما بتتعرضي لحاجه مش عارف بتنهار؟ ايه الجمال في كده؟ ايه المطلوب؟ ايه المشجع بقى؟ عايزين نشجع الاولاد ان هم يعملوا ايه؟ يا ابني وبعدين انا لازم اعبر عن مشاعري بس انا عندي صدمات يوميه وضغوطات يوميه. لو انا كل لحظه هسلم نفسي للانهيار الحياه تنهار. الستات مش حاسه التوجهات الغير الغير ناضجه دي، فيمينيستية. حاسه ان الموضوع ده يعني ايه افضليه تكوينيه كده، ان هم ملائكيين وبيرفرفوا كده بيطيروا فبيعبروا بقى عن مشاعرهم. لا، هو براح متساب. انتي نونة وهتعيشي نونة وتعيشي حد يرعاكي ومش عارف ايه. حبيبتي عبري النهارده وعبري بكره وعبري بعده وعبري بعده كده. ماشي. شوف هبدا اخش في الاجريشن. خلاص، احنا بقى خلينا نرجع خطوتين عشان ننظم الكلام. عشان ما تعصبش. احنا اتكلمنا في نقطة، او يعني احنا وصلنا للنقطة دي بسبب كلامنا عن احقيتنا، او ايه مدى احقية الانسان انه يقيم اهله. وواضح ان كلامك كله بيدور في سكة عندنا طبعا الحقيقة دي. ده كان السؤال. احنا نقدر ما انا هاجمل خلاص. ما انا هاجمل اهو. احنا نقدر نقيم. احنا عندنا الحق في التقييم، لكن هو تقييم قاصر ما دام التجربة مش موجودة. بالظبط. ما دام انت ما عندكش نفس الخبرة، فقيم وقول رأيك. مرفوض. والتقييم غير مرفوض، بس قيم وقول رأيك. ما تاخدش الامور اللي مداها، لانه يعني التجربة لسه مش مكتملة عشان تقدر يعني تاخد الموقف الحدي ده. بس جزئية ازاي الرجالة تحديدا بيعالجوا مشاعرهم بالذات في موقع المسؤولية كأب، هو تجربة فردية وما بيدورش حواليها كلام كتير. انه ازاي بيتعاملوا مع الصدمات والالتزامات الحياتية. وانت بتقول انه الموضوع هو اكتر في سخانة الريجوليشن، بس برضو طب ما هو في ناس لا مش بتعمل الموضوع بطريقة ريجوليشن، هي بتعمل الموضوع بطريقة انه انكار. اصلا هو بينكر المشاعر دي كلها وبيزيف حالة مختلفة خالص عن ده. مش ده بيحصل برضو؟ كنت قلت لك قبل كده ناصر ان انا تصوري عن الاتصال بالمشاعر ده، انا شايف ان المشاعر يعني انت لما تيجي تدرس لما تيجي تدرس مثلا التركيب الفسيولوجي والتشريحي بتاعنا، هتلاقي ان دايما في مثلث كده مرتبط ببعضه، الجهاز العصبي والهرموني والجهاز المناعي متصلين ببعض. كل واحد فيهم يعمل افكت، كل واحد فيهم يعمل افكت لازم بيلمس في الاثنين التانيين. ماشي. ولما تيجي بقى تدرس اكتر في الجهاز العصبي وازاي ان الجهاز العصبي نفسه مثلا هو عنده مثيرات كتيره جدا، ستيمولوس كتيره جدا في الحياه، وازاي ان هو اتعلم بالتجربه ازاي ان هو ينجلكت حاجات كتيره بتحصل، زي مثلا الذرات اللي بتلمس ايدينا ازاي ان هو بيطنشها، وازاي ان ودنا بدات تطنش حاجات بكذا ديسيبل والحاجات الاعلى من كذا ديسيبل وهكذا. يعني اللي انا اقصده سياقا من الموضوع ده ان المشاعر بتاعتنا اللي هي اللي بتطلع من عندنا دي very fluid، سائلة جدا، سائلة بشكل رهيب. وفي ناس معينة يعني انا بحس دايما ان انا يعني الناس عبارة عن ايه يا ناصر؟ انا عندي ازاز كده وفي مية، وان المية دي هي المشاعر. المية دي ان انت لما تكون عارف يا ناصر، لما تكون انت لو كونكتد بمشاعرك دي او كونكتد اكنك كونكتد ببحر بسيط جدا، مجموعة يعني رياح بسيطة كده تحركوا وانت تتقلب وتروح معاها يمين وتروح معاها شمال. انا قصدي ان تجربة الاتصال بالمشاعر هي تجربة ممكن تسمي عليها تشالنجينج، ممكن تسميها ان هي فيها تحدي. حلو. وان هي محتاجة فعلا بيئة قادرة على ان هي تعلمك، اكن انت بتتعلم
فعلا الابحار. بالظبط. يعني بتتعلم الابحار، انت بتتعلم ازاي ان انت تغوص في حاله من فعلا الميوعه. الاسهل من ان انت تتصل بمشاعرك دي ايه؟ انك تتصل بتعاليم ورؤى دغمائيه. الله. ليه؟ انا بتخيل معاك دلوقتي ان انا هعلمك السباحه او اعلمك ازاي ان انت تبحر او تتحرك في بحر، ولا اعلمك ازاي ان انت تمشي على ارض مرصوفه. لا، الارض المرصوفه. كل واحد فيهم له ميزه. اللي له ميزه مثلا الارض المرصوفه، العالم واضح، العالم واضح وصريح، وانا غير متصل تماما بكل مشاعر والحاجات الغريبه دي. هو انا عندي قناعات معينه وفكرتين معينين عن العالم، ادي الخير وادي الشر وادي الملاك وادي الشيطان، واتراضت. والحالات النفسيه ان ده بيفرح، هو كده الناس، في ناس بتتعلم كده ان ده بيفرح. يعني انا في واحد، يعني انا تعليق على الموضوع ده وتريقه عليه، في ناس مثلا اتفهمت كده ان انا والله العظيم ان انا كراجل يبقى الرقص بيفرحني. فهو عمره ما يعني هو عمره ما دور ورا نفسه شاف الرقص بيفرح ولا لا. هو الرجاله كلها بتشير فيديوهات رقص، فيعني هيعمل نفسه قال له ذوق يعني، مش عارف ايه، وتعالي ارقصي على رجلي يا فنانه، ماشي، كلام كده يعني خربشه كده. ماشي. ميزه الموضوع ده ان انت بتكون باسيف، الناس بتقول لك والله ده بيفرح، ده بيزعل، دي تجربه حلوه، دي تجربه وحشه، عيش. لو محدش خرم لك خرم في الاسفلت بتاعك ده وقال لك ان في بحر وان انت عايش في وهم مرسوم، هتعيش فل الفل. طيب عكس الموضوع ده ايه بقى؟ والله بص يا عم الحاج، ادي مشاعرك، اتصل بيها. حلو الكلام. بس للاسف احنا مش عارفين جواها ايه. لما كنا رصفنا لك الطريق كنا قلنا لك ده حلو وده وحش، ده بيفرح وده بيزعل. انما عشان خاطر انت تروح في البحر بتاع نفسك، انت بقى تكتشف رحله بقى. شوف انت بقى، شوف انت يابا مين اللي بيفرحك. ما انت ممكن يكون اللي بيفرح ناس ما بيفرحكش، يكون كل اللي بيحزن ناس ما بيحزنكش. روح بقى، خد معاك العده، خد معاك اتكلم فلوكي كده يعمل لك سفينه، واطلع ومع نفسك. ماشي. محتاج بقى بيئه تحميك عشان تقدر في المرحله تستكشف دي، عشان تقدر تستكشف. ومحتاج وقت. ممكن تكون في بيئه جميله واب جميل وام جميله، بس ما فيش وقت. مفيش وقت، انت مش متصل، مش قادر تتصل، مش وقت. يعني انت مثلا لما تيجي مثلا تقول، كان في واحد عملت تجربه عن، كانت راحت بتعلم الناس اللغه في السجون، فبتقول الناس مش قادره يعني تفهم يعني ايه انا طير في السماء. يقول لها ازاي؟ يعني مش فاهم يعني انا طير في السماء. تخيل، مش قادر، ما كونش في عقله بسبب ان هو اصلا ابن احداث ثم سجن بعد كده ثم مش، ما كونش في عقله عناصر قدرة على اقل درجات الخيال ان هو يتخيل ان هو طير. مش يعني حتى مش قادر يصيغها هنا. انت متخيل مدى بقى الفقر؟ انا الامثله اللي دايما الاكستريم دي بتفهمنا احنا فين. انت متخيل الراجل مش قادر يتخيل اقل درجه من درجات الخيال. هو يعني انت بتقول له انت زي الطير، يقول لك انا مش زي الطير. يا ابني ده اسمه خيال، ده اسمه تشبيه. يعني ايه يعني؟ انا يعني مش فاهم. انت عايز ده مين بقى؟ ده احداث وهو طفل، ثم بقى دخل السجن تاني لما كبر. مفيش فرصه. شايف الفكره؟ مفيش بقى، مش كونكتد بقى، ده مش كونكتد باسفلت، ده بالسلامه ده. انت متصور ازاي؟ فانا دايما بتخيل الناس مثلا اللي عمل دينايل، والله يا عم الحاج يعني اقول لك والله كويس، والله وحش، والله مش عارف، برضه هاجي اقول لك مش عارف. والله لو الامور ما حصلكش خرم في الاسفلت بتاعك ده وانت عايش في الدنيا، الكلام بتاعي ده مش علمي، بس يعني حاسس انه يعني مش علمي. انا فاهم، بس انا شايف التشبيه فيه درجه مش من مظبوط. الواقع. لا شايف ان التشبيه فيه درجه من الواقعيه. انت بتتكلم، انت عايز تقول حاجه عشان لا انا شايف ان الدينايل نجى ناس. الدينايل ما هو دي نقطه مهمه. احنا مش بنقول الدينايل غلط او صح، بس بنقول ده بيحصل. انه في رجاله بتقرر انا مش بقول مش كل الرجاله بيعملوا ريجوليشن للمشاعر، لا هو ساعات ممكن اصلا يتجاهلوها تمام. وده ممكن بيحاولوا الانسان اوحش في مثلا علاقاته الانسانيه، بس نجح في وظيفته، نجح في شغله، فهو قادر يفانكشن. بس تشبيه المشاعر باعتباره سائل، والناس محتاجه الاول تتعلم ازاي تبحر فيه، ومش هيتعلموا ده بسهوله وهم كبار، ومحتاجين يعملوا ده من هم اطفال.
ده كلام برضو واقعي، لانه وبيشيل اعباء مش بس عن الرجاله، عن الرجاله والستات مش عارفين يتواصلوا مع مشاعرهم اصلا. فبياخدوا مواقف مندفعه وعنيفه ومش عارف يطلب. انا زي ما بقول لك يا ناصر، انا بتخيل راجل يعني هو ما دورش وبيحب ايه، لان هو ما كانش عنده المساحه لكده. فطلع مثلا هو بيقول لمراته والله الناس قالت لي مثلا ان الحاجه الفلانيه بتفرح، تعملها ما هوش سعيد، حاجه الفلانيه ما تعملها فيش سعيد. يطلب من الحياه الحاجه الفلانيه تتحقق ما هوش سعيد برضه. الراجل مش كونكتد تماما. طب في بقى واحد تاني حظه بقى ان المجتمع قال له عليه هو ده اللي بيفرح، ده اللي بيفرحه. يا سلام. او هو ما اكتشفش دي. او هو ما اكتشفش ان هو ما بيفرحوش وما حصلوش خرم في المبنى بتاعه ده. عارف انت القالب بتاعه أيوة. ده عامل زي قالب يا ناصر، عامل زي قالب الخرافه، عامل زي قالب الخرافه بتاعه المعتقدات. انت مثلا في معتقد فلنفترض شايف ان الوزه هي الاله. طب الطب وهتعيش احلى اب واحلى زوج واحلى راجل منتج في المجتمع واحلى مش وتبقى جامد موت وانت بتعبد الوزه. امتى حياتك هتخرب؟ لما تلاقي واحد يقول لك لا الوزه دي مش الحق. كل شيء وهذا القالب والمبنى اللي اتأسست عليه كل حاجة. انت كده بتفتح موضوع انت نعيم الجهل مش نعيم الجهل، هو النعيم مش نعيم الجهل. الجملة دي برضه انا ضدها. هو مفيش نعيم للجهل، هو نعيم بيبقى نعيم الترابط. سياق مترابط السياق ومتماسك المترابط وانت حتى لو فيه كله خرافه. بص كل الناس جهله، واللي بيقول لك نعيم الجهل ومش عارف ايه ده تلاقي يوسف زيدان وبتاع المعرفه كلها عالم تعبانه. ولا حد عنده معرفه ولا حاجه، ده كلها بتهجص وكلها بتاكل لقمه عايزين يتغدوا وخلاص. ماشي. اللي انا اقصده ايه؟ اللي انا اقصده الناس اللي قدرت عبر السنين تكون فكره بمشاعر بقصر كده مترابط، هو في نعيم. النعيم ده بقى مهما كانت الافكار اللي فيه قدرت تخلقه وقدرت تحميه من الشكوك، هتعيش في نعيم. بس يعني خلينا نقول انه برضه انا حاسس انه انا يعني عندي رأي في الموضوع ده. اتفضل. يعني انا حسيت برضه من كلامك انه في انتصار للعبث، وانا بحترم العبث يعني، وفاهم انه احيانا بيقود للسعادة بشكل ما، بس مفيش ضمانة. دي حاجة شبه حد ما بيعرفش يعوم فتقول له سيب نفسك والماء هترفعك، هيغرق. يعني هو في النهاية هو مفيش ضمانة. انا مش عارف اقول للناس بالظبط. بس انا بشوف انه تاني احنا عندنا التزام. لو احنا عرفنا احنا عندنا التزام، لو احنا عرفنا ان في مشكلة عندنا التزام ان احنا نعالجها، لو احنا عرفنا نحدد شكل المشكلة دي. لا والله يا ابني انا وجهة نظري لو انت عامل لنفسك شوية دينايل والرصيف بتاعك مرصوف وحاميك ومفيش وقت ان انت تروح دلوقتي تبحر وعرفت تقفل الخرم اللي تسدد اقفله. ما هو الفكرة انا مش مختلف برضو مع ده لو عرفت. ما هو خلي بالك لو عرفت ما هو انت ممكن تبتدي تحاول تسد في الخرم، بس دي كلها حلول مؤقتة. اول مثال صور على توني سوبرانو كمان. اديني توني سوبرانو راح يعني هو كان بيعمل كل شيء عشان خاطر مش قادر يتقبل ان امه ممكن تكون بتكرهه. الفكرة نفسها هو كان بيعمل اعمال خير هو غير متقبلها عشان يرجع القالب ده. حلو. هو عمال ينكر بكل الصور ان امه بتكرهه. ماشي. فبيقدم طاعة وولاء وبيتحمل درجة من درجات العدوان. بس ده مشقيه. وده مشقيه وده عرضه لتجربة اقتراب من الموت. حلو. لان هو كان بيقدم حاجات كتير عشان يثبت ان هو يعني مش معقول هي بتكرهني، او ان انا طفل، او ان انا انسان لا يستحق القدر ده من الكراهية. ففي بني ادمين معينة هي هتحاول. ما انا هقول لك على حاجة ناصر، انا كنت في مبنى وكنت بألفه. المبنى ده حصل فيه خرم، اول حل هدور عليه ان انا اعمل ايه؟ احاول ارجعه تاني. حلو. لو خلاص الثقوب بقى في الفكره والدينايل ده كترت، ما هو دي نقطه. انا هغرق الاول وبعدين انا هبقى فين في البحر بقى. اصل انا عايزك تتخيل موضوع زي سيناريو كده. انا كنت في قلعه، القلعه دي فوق البحر. حلو. كل حاجه تمام التمام. ماشي. القلعه دي فصلانه عن البحر تماما. ماشي. البحر اللي هو المتقلب ده. حلو الكلام.
جيت انا مجموعه الافكار اللي انا كنت مكونها دي، لا ده انت امك ممكن تكون بتكرهك، لا ده مش عارف، ده انت ممكن تكون عباده الوزه دي مش صح، ماشي. ده انت مش عارف ايه، ده الرئيس مثلا أيا ابراهيم كان. العرجاني، أيا كان. هنعمل عليها تيت، ماشي. ده الرئيس ابراهيم العرجاني مثلا مش احسن واحد في الدنيا. تبدا انت بقى الافكار كلها تنهار، تروح واقع فين؟ ماشي. في البحر. اول ما تقع في البحر وانت مش متعلم، غرقان بقى. وهكذا تبدا بقى تكون وتبدا وهكذا. كمل. انا بس مش عايز اكمل، انا عايز ابدي اعتراض واوضح اسبابه ايه. انا من انصار جدا لو الخرم تقدر تسده في السياق الموجود، مش لازم تروح تجيب سفينة جديدة، ده شيء مش عملي. حلو. ده اكيد يعني منطقي. ولكن ودي نقطة انا شايف انه ضروري احنا لان احنا بنتكلم من سياق تجربتنا جوه مصر واماكن احنا منه، ففاهمينه وشايفين من خلال العالم بشكل ما. كان في درجة من درجات الاستقرار الذهني للمجتمع ككل. مرحلة الثمانينات والتسعينات كان في شكل مادي موحد، كان في شكل اقتصادي، في قفزات سعرية بتحصل كل كام سنة. القلاع بشكل ما كانت محمية. ما اقصدش هنا القلاع حتى يعني ما اقصدش هنا بس القلاع اللي اهاليهم كانوا في الخليج مثلا، لا حتى جوه مصر. يعني الموظفين الحكومه في مصر بقى مش قلاع، خلينا شقق. الشقق يعني كده مش قلاع، فلا الاسر محميه والمجتمع قادر يكون محمي. استدعاء فكره انه دلوقتي بقى السياق اللي احنا فيه مجتمع اصلا في ازمه اقتصاديه طول الوقت، حتى بعد ما الامور اتحلت شويه، بس الناس كلها شايفه هي جايه قريب تاني، يعني الدنيا هتشد تاني. في حرب على حدودك في كل حته. مجتمع مأزوم في افكاره، هو مش عارف هو ايه، هو دوره ايه في العالم. شايف نفسه عاجز وبيكرر كلمه العجز دي كتير. احنا مش عندنا حاجه نقدر نعملها للي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا وبيحصل هنا. والانترنت والسوشيال ميديا عموما بقت مكون مهم، مش بس بنتكلم في حياة الناس الصغيرة، لا في حياة الناس الكبار. يعني الانترنت يعني في 2011 2012 كان كل اللي على الفيسبوك دول شباب صغيرة. النهاردة لا، عمي وعمك وخالتي وخالتك فبقى في توسع رهيب. التيك توك كوسيط جديد فتح لفئات افقر انها تبتدي تخش. كان التيك توك في اوله كان معروف ان هو بتاع الناس اللوكال او البيئه او مش عارف ايه. كان في مرحله ما كده. دلوقتي خلاص توسع لكل الطبقات، بس هو فتح اصلا للطبقه الدنيا انها تعبر عن نفسها، اللي هي ما بتعرفش لا تجيد القراءه والكتابه بشكل سلس، فبالنسبه لها كاميرا، افتح الكاميرا واعمل حركات وبتاع، بقت ترند. فاقصد اقول انه لم يعد المجتمع قادر يحل مشاكله بشويه، والمجتمع والفرد بشويه حلول مؤقته. ما عادش فكره يلا نرمها وتعدي هتعدي، بالعكس الخرام اكتر بكتير جدا من قدره اي حد. اللي عايز يربي ولاده النهارده بمعزل عن، خلي بالك انه ودي حاجه انا بشوف انها مهمه، وده الجزء الاخير في مناقشتنا هنروح له. هو انا شفت مؤتمر اوبن اي اي الاخير اللي هو ما بيعملوا شات جي بي تي. فدلوقتي شات جي بي تي 4 ده النسخه الاخيره، المفروض ان هو بيفتح الكاميرا وبيشوف وبيوصف الحاجه اللي موجوده. بيقدر ان هو يتكلم معاك بشكل لحظي فويس، ويرد عليك وانت تقاطعه وهو قاطعك. موضوع شات جي بي تي ده كله على بعضه ما خدش سنه يعني في تطوره، من اول ما فكره الاي اي ابتدت تنتشر في العالم لحد اللحظه اللي احنا فيها دي. ففي كميه تسارع. تخيل بقى ابنك هيطلع يلاقي ايه؟ مش عارف. يعني هو ده حاجه بنتكلم عليها في سياق سنه. فالنهارده ان انت تحاول تشوف حلول مؤقته بدون ما تغوص ورا المشكله وتدور عليها في مجتمع مهدد ومخترق ومنكشف، وهو بيوصف نفسه ان هو عاجز، دي فكره انا شايف انها مجنونه. لا بالعكس، هو الناس محتاجه انها تاني لما دام عرفنا انه في مشكله، او الشخص عرف ان عنده مشكله، او هو متاثر بمشكله ليها علاقه باهله او ليها علاقه بيه هو شخصيا واكتسبها بشكل ما، ان هو عليه التزام ان هو يبتدي يواجهها. لان هو لو ما عملش كده هو هيدور في لوب، يعني هو هيبقى بيكرر يعني في فيشس سيركل كده هتحصل، او دايره مفرغه هيبتدي يتكرر فيها كل العلاقات، هيبتدي يتكرر فيها كل المشاكل. مش هيبقى في فكره الحل او الحركه للامام، لكن فكره الحلول المؤقته يعني موصلنا للانسداد ده. وفي الاخر برضه انا مش مرتاح قوي لفكره ان الناس ما بتتكلمش عن المشاكل دي باعتبارها
مشاكل مهمة، لانه الناس مش حتى عاملة ريجوليشن، ودي نقطة مهمة. الناس مش عاملة ريجوليشن لمشاعر الغضب، لا خالص. الناس عاملة شكل من اشكال الانكار. كان في مسلسل حلو ممكن يعني نبقى نتكلم عليه في مرة، اسمه تشيرنوبل، مسلسل قصير كده على HBO. شفته. فكان في شخصية رئيسية فيه بتقول ان كل كذبة نكذبها تجعلنا ندين بدين للحقيقة. يعني كل ما بتكذب كذبة دينك للحقيقة بيزيد. فكرة انه حالة الدينايل دي بتخلي المجتمع معرض للانفجار. يعني طول الوقت احتمالات انفجاره، ما اقصدش الثورة ولا بتاع ده، انفجار، حالة من الظواهر الغريبة، ان المجتمع نفسه يبتدي يتقسم اكتر، يتشتت اكتر، يبقى في حالة فوضى اكتر. مش بتكلم بس على المستوى السياسي، الاجتماعي حتى والذهني. الناس احنا مين، احنا بنعمل ايه، احنا رايحين فين. الكلام ممكن يبان ان هو مجرد، بس انا في الحقيقة فعلا شايف انه وقت الحلول المؤقتة كانت موجودة، بس من 20-30 سنة فاتوا، بس ما عادتش. يعني النهاردة يا اما تحل يا اما هتبقى جزء من الدايرة المفرغة اللي دايرة، وده مش في النهاية هيخلي الانسان سعيد. يعني ده مش هيوصل الانسان في الاخر انه يكون سعيد. يعني لو عرف طبعا يكون سعيد يعني اتمنى لكل الناس السعيدة، بس ده تحدي كبير. بس يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه بقى مع كل الكلام عن تقييم الاباء والايموشنال ريجوليشن والكلام ده كله، وهي فكرة وهو مصطلح كنا طلعناه في اخر مناقشة لينا، وهو فكرة انه مش بالضرورة ان كل الاباء السيئين سيئين. هما ممكن يكونوا بس قافلين او اختفوا في غفلة تطورات الحياة للأسف. يعني الوصف ده من أوصاف الفيري ايموشنال يعني بالنسبة لي بصراحة، يعني المؤثرة. يعني لأن هو أكتر شيء بيؤرق الإنسان عموما على الناحية. يعني أنا أكتر، يعني هو أكتر شيء، يعني زيارتي لطبيب نفسي يعني، ولما كان اداني تشخيص أولي، يعني مش تشخيص أولي، كان مش تشخيص مرض يعني، بس هو كان بيقول لي إن أنت عندك death anxiety. قال لي انت عندك خوف من الموت. فقلت له مش خايف، ما بخافش من الموت ولا حاجه. قال لي لا، مش الموت ان انت يعني، مش ان انت بتعاني في الموت يعني، قال لي انت عندك خوف من الاختفاء يعني. ففعلا هي مشكلتي مع التسارع الشديد الموجود دلوقتي، هو ان الاباء يعني، والاباء خصوصا يعني، لان الاباء بالذات هم اللي ممكن تقول ان هم بيدوا ابنائهم مانيفستو الحياه. يعني ايه مانيفستو الحياه؟ ممكن هو اللي بيديك الارشادات العامه. عارف يا ناصر، دايما يعني حتى لما انا ببص مثلا، عارف انت الالواح اللي كان ربنا اداها لسيدنا موسى وبتاع، عرفت التعليمات. دايما حتى الدور بتاع النبي، دور ان هو بياتي للبشريه وبياتي للناس بالتعليمات، المانيفستو. حتى كارل ماركس المانيفستو، اللي مش عارف ايه، التعليمات. التعليمات دي بتجعل البني ادمين في حاله استقرار. ده حقيقي. ما يجعل الاباء ناصر في حاله افول في المجتمع الحالي، وما جعل اباء يعني الجيل السابق، وممكن احنا كمان للاسف نسقط في حاله الافول دي، هي ان المانيفستو بتاعنا يكون غير قادر على ملاحقه التحولات دي. يعني انا بتصعب عليا الناس قبل كده، وهي كانت يعني هي بتحمل مبادئ معينة ولم تواتيها الفرصة ان هي تتحول، فقفلت، اختفت، ما بقتش قادرة. عارف انت ناصر، اكن كل اب ده عنده دعوة زي دعوة النبي بالذات يعني، وخصوصا دور الاب في الاسرة. يعني حتى يمكن انا مش عايز اتكلم في امر ديني، بس يمكن يعني يكون في هناك فكرة كده ان الانبياء كلهم رجالة يعني. يا سلام. يا ده انت بتحاول بحاول اهجصها يعني كلها كانت مجتمعات كده يعني، بس ماشي. المهم يعني، لا يا عم، ما المجتمع قبل بسجاح في شبه الجزيرة العربية، ده في اليمن، لما جت قالت لك انا نبيه وبتاع. انسجاح معرفش يا عم، واحده جت كده مع مسيلمه الكذاب في نفس الهوجه دي ويعني وقصه كده. المهم ماشي اوكي، بعدين لو تشوف يا في السلامه كلهم عالم غلابه. المهم اللي انا اقصده ايه، اللي انا اقصده ان انا يعني دايما بحس، عارف انت، كل الرسائل دي الابهات دي بتتمنى
تتمنى يكونوا انبياء على الشكل الضيق، مم. على المكان الضيق، تجتمع الأسرة حواليه، يديهم تصوراته عن الحياة، ياخدوها يتذكروه دايما بتعليماته وتوجيهاته، وهذا الدور الأبوي، هذا الدور النبوي، هذا الدور الرسالة اللي بتحملها انت إلى أسرتك. تخيل كم يعني كم هذه الرسائل وكم هذه النبوات انهارت مع العالم، انهارت بانهيار أصحابها، انهارت بسقوطهم المادي، وانهارت بسقوطهم حتى العقدي، وانهارت بسقوطهم حتى في القيمي. ان هم الناس لما انهاروا ما بقوش قادرين يكونوا قيمة للمجتمع، ما بقوش قادرين يوصلوا رسالة لأبنائهم، اختفوا. ما اكتر الحاجات اللي بتشغلني يعني اللي هو هل انا ممكن اسقط في مرحلة الأفول دي؟ مش بعيدة، لكن هي بتؤثر فيها جدا يعني، لان يعني من اكتر الحاجات اللي بتخوفني هي مرحلة الأفول دي. وعايز على الأقل، وبتخيل على الأقل ان انا رسالتي حتى مش يعني حتى لو ما كانتش جماعية، ما كانتش عالمية زي الناس، ان هي تكون على الأقل على المساحة الأسرية. ده حقيقي. ان انا ما اختفيتش، ان انا ما قفلتش، ان انا ما ظهرتش في الحياة واختفيت كده بلا شيء. لكن في نفس الوقت انا متقبل حالة الأفول انها ممكن تحصل لي، مش لان انا لا احمل رسالة، مش لان انا ضعيف، لان التغيرات بدأت توريني ان انت ممكن تتهزم عادي، تتهزم بسهولة يعني. وكان في فيلم اظنه بيناقش مرحله الافول دي، وهو فيلم من الافلام الحلوه جدا اسمه افتر سن. افتر ايه؟ افتر سن. افتر سن. SUN يعني ما بعد الشمس. كان بيتكلم عن علاقه اب وبنته. وانا بحس ان هو مثالي قوي لوصف حاله الافول. هو الاب كان بيعاني من الاكتئاب وبيقضي اجازه مع بنته، فدي كانت اخر اجازه هي قضتها معاه، وهي كانت مصوره منها مقاطع، والفيلم كله عباره عن المقاطع اللي هي مصورها معاه. فبتشوف حاله الاختفاء بالتدريج. بس ممكن يكون هو ريفرنس حلو يحكي قصه الاب القافل او الشخص اللي ممكن يختفي يعني. انا برضو عايز اكد انه كل الماتيريال اللي احنا قلناها دي غالبا هتبقى في لينكات، سواء افلام او مسلسلات او حتى كذا دراسة انت كنت نوهت عليهم. وطبعا اهم لينك فيهم هو لينك مسلسل سوبرانو. سوبرانو ولا ذات؟ لا، في الحلقة دي تصدق الاثنين، بس ذات اكتر. ذات اكتر. ذات محتك بالمجتمع. صحيح. فانا يعني واظن ان هو مسلسل اللي ما شافوش اظن هيكون مستفيد بيه يعني. في الاخر هل انت تحب تضيف شيء الى هذا الحوار؟ لا، انا سعيد اكتر من توقعاتي. اكتر من توقعاتك؟ انت دايما ماشي بالتوقعات السلبيه. ليه الانسان محتاج توقعات؟ يعني انا بطلت اتوقع مثلا من 2000 وكام، من 2014 15 مثلا 16 بطلت اتوقع. ازاي محتفظ بتوقعاتك لحد دلوقتي؟ عشان هو كده الانسان بيخاف من المجهول، لازم يكون اي تصور. طب ما يطنشه يعني، انا ممكن تتجاهله عادي، زي بدل ما تتجاهل مشاعرك وتتجاهل المجهول. ده مجهول. اطفي النور. اطفي النور بقى خلاص، يلا. لا، انا الفكره بالنسبه لي، طب انت متخيل ان في بني ادم يعرف انا يكون يعني يتعامل مع المجهول ان هو موجود زي ما هو كده وخلاص؟ انا يا اسطى بيطنشه تماما يعني. حلو قوي. انطونش خوف. الحلقه النهارده حلوه وعجباني على فكره جدا يعني، بتكلم جد. اتمنى تعجب الناس بس يا عم، ولا ما تعجبش، اهم حاجه ان احنا ساتسفايد قوي.